الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأمسية ستكون أمسية مميزة، وهي عبارة عن مناظرة بين الأستاذ أحمد الكاتب والدكتور السيد هاشم البحراني حول موضوع الإمامة. كما نعلم أو تعلمون بأن الإمامة هو العمود الفقري للمذهب الشيعي الاثني عشري، الذي من خلاله يعني هذا ما يميزه عن المذهب السني، الإمامة الإلهية، أي الأئمة منصبون من عند الله ولديهم صفاتهم الخاصة التي فيها نوع من الغلو، يعني علم الغيب، العصمة المطلقة، الولاية التكوينية وغيرها. في الفترة يعني قبل 35 سنة، في الفترة التي كانت المنطقة تحكم من قبل تيارين متطرفين، التيار الشيعي المتطرف في إيران والتيار السني المتطرف في السعودية، والذي كان العقيدة تعتبر من المسلمات، ومن الصعب شخص يعترض أو يقول على عكسها. فظهر قبل 35 سنة الأستاذ أحمد الكاتب من بطن الحوزة العلمية في إيران، وانتقد ونقد الإمامة، وأنكر إمامة الإمام المهدي. وفي وقتها صارت ضجة كبيرة، وعشرات الكتب والمقالات والمناظرات حصلت معه. لكن الآن في زمننا هذا الأمر صار أكثر وضوحا من بعد ما انتشرت الفكرة التنويرية والفكر القرآني. هذا يظهر بأن الأستاذ أحمد الكاتب يعني تقدم على أهل زمنه ب 35 سنة في الفكر التنويري. على العموم، فهناك الكثير أيضا ما زالوا من الإخوة الشيعة يصرون على مسألة الإمامة أنها منصوص من الله وهي إلهية. ومنهم الدكتور العزيز، أستاذنا العزيز الخلوق المهذب، ونشكره على الحضور، الدكتور هاشم. طبعا السيد أستاذ أحمد الكاتب أرسل لنا بعض الأسئلة، أو أرسل إلى الدكتور بعض الأسئلة لكي تكون هي محور الحوار حول الإمامة. اخترنا مع أستاذ دكتور هاشم اثنين منها، وهي تكون المحور الأساسي، وسأسأله طبعا، أبدأ بها، وسيكون لديه 5 إلى 7 دقائق حتى لا نأخذ كثير من الوقت، وبعد ذلك الدور سيكون لأستاذ أحمد الكاتب. طيب، أولا أسلم عليك دكتورنا العزيز سيدنا لحضورك، وثانيا نبدأ حتى لا نأخذ الكثير من الوقت ويفوتنا الكثير من الوقت. السؤال الأول، نبدأ بسؤالين: ما هي الإمامة، وما هو مفهومك للإمام، وما الإمامة الإلهية طبعا، وما هو دوره بعد رسول الله إلى يوم القيامة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل دوره سياسي يتمثل في تطبيق الدين، أم في إكمال الدين والتشريع الجديد، أو تبليغ التشريعات المكتومة التي لم يعلن عنها أو لم يعلن عنها الرسول في حياته، مثل حكم خمس المكاسب؟ تفضل دكتور. أحسنتم، مشكور السيد لقمان، أرحب بك طبعا والأستاذ عارف والأستاذ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سوف أتناول في ردي مقتطفات من كتابي الأستاذ أحمد الكاتب عن الإمام المهدي، حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية، وطبعا وكتاب تطور الفكر الفلسفي السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. وملاحظة طبعا أنا أتلمس مواضع الخلل طبعا في أفكار الأستاذ، ولا أطعن في شخصه، و يعني بقصد تلمس الحقيقة. وأعتقد بأن الأستاذ أحمد قصر في هذا المجال عن تبيانها. والملاحظة أيضا سوف أتناول أيضا مقارنة مبدأ الشورى بالنقد، ولا يعني ذلك أنني أنال من رموز أي طائفة، ولكن من باب المقارنة بين الإمامة الإلهية والشورى التي روج لها الأستاذ أحمد الكاتب. وهنا طبعا ملاحظات منهجية على نظرية الأستاذ أحمد الكاتب. أولا، الأستاذ أحمد الكاتب انطلق من تعريف في تصوري خاطئ للإمامة، وفهم ملتبس ومشوه طبعا للشورى أيضا، ويبني على ذلك النظرية. فالنتائج طبعا عندما تبنى على مقدمات ناقصة أو خاطئة بالطبع تكون نتائجها مبتورة. ثانيا، الطعن طبعا في المعتقد، في معتقد أي مذهب من المذاهب،
ويتطلب طبعا مهما يكون النقل الكامل. يعني هناك أحيانا رأيت بتر للنصوص لتبدو مشوهة، قد ينخدع بها من يجهل حقيقتها. وطبعا سوف أثبت ذلك من خلال اطلاعي على الكتب. وهذا طبعا أيضا طعن في النظرية نفسها التي تبناها الأستاذ أحمد الكاتب. ومن الناحية العلمية طبعا وأمانة تاريخية، الأفكار يجب أن تكون مكتملة بالكامل. ثالثا، نظرية الشورى كان يروج لها الأستاذ أحمد الكاتب، وأعتقد أنها لا وجود واقعي لها. يعني منذ بداياتها كانت تعتمد الإكراه للمخالفين، وسرعان ما تحولت إلى تعيين، وبعدها إلى ملك وراثي يقتل حتى المعارضين، ومن ثم إلى انحراف عن خط الإسلام، حيث تولى الملك من يسكر ويمزق القرآن الكريم. وبعدها تحولت إلى صراع بين الأخوة يقتل بعضهم بعضا من أجل الملك. فهو انتقد نظرية التعيين الإلهي لاثني عشر خليفة لرسول الله، بينما هناك نظرية تم الترويج لها هي اعتمدت اسلوب القتل والتهميش، واعتبرت الاسلوب الصح، لكنها تحولت الى خلافه الهيه حسب الدعوه من قام بها. لا انزع سربالا سربلنيه الله، عندما طلب من الخليفه الثالث بالاستقاله قال لا انزع سربالا سربلنيه الله. وعندما تسنم معاويه الحكم قال والارض لله، الارض لله وانا خليفه الله. رابعا، كل الروايات التي بنى الأستاذ أحمد الكاتب عليها نظريته رأيت فيها بتر أو ترويج لمعنى غير المعنى الذي تضمنته الروايات، وهذا ما أثبت من خلال هذا الحوار، وهذا طبعا يؤثر على النظرية أيضا. وكما قال أحد الذين ردوا على الأستاذ أحمد الكاتب أن هناك ظاهرة اشتباه أيضا بالرواية العامية التي توجد في الكتاب الشيعي على أنها رواية شيعية، وقد أوردها السيد المرتضى في كتابه الشافي للرد عليها، لا على أنه يعتقد بها. وهذا طبعا يؤثر أيضا على النظرية. السيد أحمد الكاتب يقول انطلق الإماميون في بناء نظريتهم من كون الإمام علي عليه السلام وصيا للنبي صلى الله عليه وآله، وهو أمر ثابت لا يختلف عليه المسلمون، ولكنه كان يتعلق بالأمور العادية والشخصية، ولم تكن له علاقة بالسياسة والإمامة أو الخلافة الدينية. مناقشتي لهذا الكلام، طبعا التغيير العقدي والقيمي أشد أنواع التغيير، وهو حدث في زمان رسول الله. قال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الرسول طبعا عاش دولته فقط 10 سنوات، لأنه هاجر في السنة الثالثة عشر للهجرة، وكان المسلمون مضطهدين قبل هذه الهجرة، وتوفي الرسول في السنة الحادية عشرة للهجرة. الأستاذ أحمد الكاتب عرف الإمامة بتعريف غير دقيق، وجعلها في الحكم الدنيوي فقط، وهذا خلط في المفاهيم من قبيل مفهوم الإمامة بمعناها الخاص الذي يستلزم النص والعصمة والتأييد الإلهي الخاص، والحصر في عدد محدود من أسرة النبي صلى الله عليه وآله كما هو حاله في الأمم السابقة، بمعنى منصب الحكم كما يقول، وتنفيذ الأحكام الذي يقتضي طبيعة أن لا ينحصر بعدد محدود. هذا هناك خلط. اعتبر الأستاذ أحمد الكاتب أن المسألة الأساسية التي ترتبط بأهل البيت ورفع شعارها الشيعة في حوارهم التاريخي هي مسألة حقهم في الحكم. يعني تحولت الإمامة فقط إلى حكم، ومن هنا جاءت إشكالاته وإشكالات غيره حول تحديد الأئمة بعدد معين، وكيف يكون الجواد والهادي والمهدي أئمة وهم دون العاشرة، أو كيف تحصر الإمامة بأسرة معينة وغير ذلك. أنا سأوضح معنى الإمامة التي حاول الأستاذ أحمد كاتب أن يجعلها في الحكم فقط، وهو ما أوقعه في اللبس وعدم الوصول إلى نتيجة صحيحة. الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة هي جعل من الله تعالى، وليس للبشر تدخل في تعيين الإمام. إني جاعلك للناس إماما. وقد أوضح القرآن الكريم بأن الإمامة عهد من الله، ورد على إبراهيم حين سأله الإمامة لذريته
بأن الظالمين لا ينالهم عهد الله، أو أن الظالمين لا ينالون عهد الله. وهذا العهد طبعا بالإمامة لا علاقة له بالحكم الدنيوي الذي حاول الأستاذ أحمد الكاتب أن يدافع عن فكرته، مستميتا ليقارن الحكم الدنيوي للإمام بالشورى التي يختارها الناس، علما بأنه لا توجد في الواقع العملي شورى، وهذا ما سأوضحه. فالنبي إبراهيم كان إماما ولم يتسنم زمام الحكم، بل ظل يدعو للهداية وترك عبادة الأصنام. فهل اختلف معنى الإمامة حين لم يحكم النبي إبراهيم؟ والإمامة من أهم مهامها هي الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل طيب الخيرات وإقام دكتور، الصلاة. لو تختصر بدقيقة عندك، بعد صار سبع ما شاء دقائق الله توي بادي. خليه يشرح فكرة، خليه يلا يشرح. طيب في الدقيقتين مو عندك، إن تفضل. شاء الله. فالمستحق للإمامة طبعا يختاره الله لهداية الناس ويوحي إليه فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويكون من العابدين لله. وهنا لا بد أن نتنبه إلى أن الإمام يكون عابد لله، وعبادة الله تستلزم أن يكون الإمام ورعا تقيا صالحا. فكيف يكون الحكم هو الإمامة؟ وأغلب الحكام الذين حكموا الدولة الإسلامية كانوا ينشرون الفساد، بل تجرأ بعضهم لشرب الخمر ونشر الغناء وشراء القيان والسهر مع الغنية. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصفتهم هي أنهم كانوا من الصابرين ومن الموقنين بآيات الله، فاختارهم للإمامة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره يقول: حدثني جعفر بن محمد الفزاري قال: حدثنا محمد ابن الحسين الهاشمي عن محمد بن حاتم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في قوله وجعلناهم مما يهدون بأمرنا، قال: نزلت في ولد فاطمة عليها السلام. فهذا الحديث جاء منذ بداية نزول القرآن، في أيام نزول القرآن الكريم. فالإمامة هي زعامة ورئاسة إلهية عامة على جميع الناس، وهي أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، وهي لطف من ألطاف الله، إذ لا بد أن يكون لكل عصر إمام هادي يخلف النبي في وظائفه ومسؤولياته. لذلك قال النبي في حديث الثقلين، وأنا سأختصر الكلام لأن الآيات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل حديث الثقلين في توضيح الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بأن سبب نزول هذه الآية حين تصدق الإمام علي بالخاتم، فقرنت ولاية الإمام علي بولاية رسول الله، بولاية الله تعالى، وهذا عطف. والعطف في اللغة المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، مما يعني بأن الولاية هي ولاية الهداية وكل ما يبلغ الرسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. هذه المهام هي التي يأخذها الإمام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طبعا أنا اختصرت شكرا، اختصار شديد، تفضل. نعم. شكرا لك دكتور. شكرا. تفضل أستاذ أحمد الكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور هاشم شيخ سلمان. في الحقيقة أنا قبل ما يعني عندما طلب الدكتور الحوار معي، أنا قدمت بعض الأسئلة له حتى لا يتفاجأ بها، وطلبت من عنده أن يبحثها حتى يكون يعني محضر حاله بالحوار هذا. ومن الأسئلة اللي طرحتها 14 سؤال، سؤالين طرحهم الأخ الأستاذ لقمان، أنه ما هو مفهوم الإمام؟ من هو الإمام؟ ما هو الإمام يعني؟ ما هو دور الإمام؟ وكيف وأين هي الإمامة الآن؟ آه، طبعا الدكتور بشكل مختصر استعرض بعض الآيات أو بعض الأحاديث، ولكن عندما احنا نتوسع شوية في بحث الإمامة يجيبون أدلة على موضوع الإمامة، أنه مثل ما تفضل أيضا الدكتور مو فقط الحكم إنما الهداية الهداية. وإذا تسمح لي أتوقف لحظة هنا، أنت أستاذ لقمان طرحت عدة نظريات شيعية في نظرية واحدة،
يعني الشيعة لم يقولوا بالولاية التكوينية، لم يقولوا بالعصمة مثلا كلهم. حتى الإمامية لم يقولوا بكل ما يقال الآن. لذلك كان الكلام هو محور الحديث أنه الله سبحانه وتعالى ختم النبوة، ختم النبوة وأكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بقى إحنا شنو نحتاج بعد بعد النبوة؟ النبي رحل ولم يتحدث عن الإمامة، ولم يتحدث عن نظام الحكم أو الدستور أو من يخلفه. ف آه، يعني بعد ذلك صارت النظرية نحتاج يعني أئمة حكام ينفذون الدين. فنحتاج هو الحكام الذين ينفذون الدين. الإمامية قالوا هؤلاء الحكام هم آه، الإمام علي وأبناؤه وأبناء الحسين بالذات. وأيضا أعطوهم دور آخر، مو فقط الحكم إنما الوعظ، الإرشاد، الهداية. وطبعا الغلاة غالوا فقالوا بأن الأئمة مثلا يرزقون، يحيون، يميتون، عندهم ولاية تكوينية. هاي مو نظرية الشيعة الأوائل ولا نظرية الإمامية. الإمامية قالوا أن الحكم لهذا الخط من أهل البيت، وجابوا طبعا أحاديث متعددة، حديث الغدير وحديث العترة أو الثقلين وحديث المنزلة وحديث الدار وأحاديث أخرى كان يعني يستشهدون بها على فضل الإمام علي عليه السلام، وعلى النص على الإمام علي. ولكن لم يستطيعوا أن يثبتوا النصوص على بقية الأئمة وأن يكونوا نظرية مستمرة إلى يوم القيامة. فعندهم حديث آخر، حديث الاثني عشر، حديث العترة بالذات، يعني الذي يمكن جر الإمامة من حديث العترة إلى الحديث الاثني عشر. حديث الاثني عشر اللي مروي عند السنة مثلا سيكون بعدي 12 أميرا أو خليفة ثم يكون الهرج والمرج، فقالوا هذا يدل على الإمامة. أما لا توجد نصوص على مثلا الإمام الباقر أو الإمام الصادق. خلينا نشوف في البداية أنه الإسلام اكتمل أو لم يكتمل. البعض يقول أن الأئمة أيضا يقومون بإكمال الدين، والأئمة عندهم يعني عندهم وصايا من الرسول بإكمال الشرع، بإكمال الدين، ببيان أحكام ما كانت موجودة سابقا، النبي لم يعلنها، هم يجون يعلنوها. و يعني لهم قدرة على تقييد المطلق وتخصيص العام وتعميم الخاص بالقرآن الكريم. خلينا نجي نشوف أنه القرآن، عندما نقرأ القرآن هل نجد فيه نظرية الإمامة؟ طبعا هو الأستاذ السيد هاشم استدل بآية إن جعلك للناس إماما. طب هذا خطاب شخصي للنبي إبراهيم، ما يقول له أنه يعني الإمامة وهذه الإمامة لا تعني الحكم. نحن نتحدث عن موضوع الحكم، لمن يكون الحكم بعد رسول الله، وكيف يكون هذا الحكم، ومن أين يأتي، وما هي شرعيته، وما هي تفاصيله الدستورية الأخرى. فالتشبث بآية إني جعل في الناس إماما قدوة. هنا الإمامة بها عدة معاني: إمامة العلم، إمامة الصلاة، إمامة القوم بأي إمامة أخرى، وأيضا الإمامة القدوة. النبي إبراهيم الله جعله قدوة للأنبياء الآخرين التالين بعده. ولا تدل هذه الآية على موضوع وجود إمامة مستمرة بعد النبي إلى يوم القيامة، وهي أفضل كما يقول بعض الإمامية أن هذه الإمامة أفضل من النبوة. لماذا؟ لأنه النبي إبراهيم عليه السلام أول كان نبي، بعدين الله جعله إمام. جعل إمام مو في مرتبة أخرى، وإنما جعله قدوة، ما جعله حاكما. إحنا نتحدث
عن الحكم بعد رسول الله، من يكون حاكما بعد رسول الله. الإمامية قالوا الإمام علي، النبي نص عليه بحديث الغدير. طيب، وبعد حديث الغدير بعد الإمام علي يقولون أيضا هناك نصوص على الحسن والحسين، هما إمامان قاما أو قاعدة. طيب، وبعد ذلك الإمامة كيف تسير؟ من هو الإمام؟ يقولون في حديث الأترة. الأترة كما يقول الشيخ المفيد في كتاب الجارودية صفحة 40، الأترة تعني العشيرة. وهذا الحديث الذي استشهد به الدكتور هاشم هو غير صحيح. هذا الحديث ليس هكذا. كما ينقله الشيخ المفيد يقول النبي أوصى بالقرآن، قال إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي القرآن الكريم. ولم يقل العترة. وأوصى بأهل بيته أو عترته وبالأنصار، أوصى بهم، ولم يجعل العترة اللي هي العشيرة كما يقول الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يقول هذا الحديث لا يدل على الإمامة، لأنه يشمل حتى العباسيين. العترة حتى العباسيين، العترة يعني العشيرة يشمل العباسيين، فهل العباسيين يحق لهم الإمامة؟ يقول لا طبعا. يناقش الجارودية في كتابه الجارودية. وأنا أختصر البحث الآن والحديث أنه أين الإمامة؟ افترضوا احنا سوينا نظرية وقلنا أن الله يجب أن يعين أئمة إلى يوم القيامة كما تقول النظرية الإمامية في البداية في القرن الثاني الهجري، كانت تقول الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة، لم تكن محددة ب 12 واحد. طيب وين هم الآن؟ لا يوجد أئمة، لا يهدون ولا يحكمون ولا يفتون ولا يرشدون ولا أي شيء يقومون. فهي نظرية تاريخية يعني وصلت إلى طريق مسدود، وكانت نظرية سرية باطنية خلاف المعلن من أهل البيت الذين كانوا ينفونها ولم يعرفوها. بعض الناس قالوا بها ووصلت إلى طريق مسدود. وتوفي الإمام الحسن العسكري ولم يتحدث عن الإمامة بعده، ولم يتحدث عن وجود خلف له، والنظرية انقرضت وماتت وبادت وانتهت ولا وجود لها اليوم. فلماذا نبحث حولها اليوم؟ الأئمة كانوا كذا وكانوا كذا، عندهم ولاية تكوينية، ما عندهم ولاية تكوينية، ثم ماذا؟ بالنتيجة احنا الآن عندنا دين، عندنا القرآن، عندنا الشريعة، ونريد واحد يطبق الحكم هذا، يطبق الشريعة ويطبق الدين. من هو؟ هو الإمام، هو الحاكم. يعني كيف يأتي الحاكم؟ من الله؟ لا يوجد إمام من الله، إنما إحنا لازم ننتخب هذا الإمام. فالشورى هي النظرية الطبيعية الموجودة، سواء قلنا بها بعد رسول الله مباشرة أو نقول بها الآن. بالنتيجة نظرية الإمام نظرية وهمية خيالية مثالية لا وجود لها، غير الشورى اللي هي الديمقراطية الآن، اللي الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق. الشيعة الآن يتبنون النظام الديمقراطي، نظام الشورى، انتخاب الإمام من أنفسهم. وحتى المرجعية، حتى المرجع هو منتخب من الناس، لا يعين من الله تعالى. فحتى المرجعية فيها جانب ديمقراطي، يعني في جانب شورى بالمرجعية، ولو ليست بصورة مثالية وصحيحة وكاملة، ولكنها تقوم على مبدأ انتخاب الناس، تقليد الناس لأي عالم فيصبح هذا مرجع، أو يصبح رئيس جمهورية، أو يصبح رئيس وزراء مثلا. فهذه النظرية هي النظرية الموجودة. طيب، ما نحتاج نتعب نفسنا كثيرا في نقد نظرية الإمامة اللي هي منقرضة أساسا ولا وجود لها اليوم. نعم نعم أستاذ أحمد. طبعا أحب أن نركز على كما الأسئلة المطروحة، نركز على الأمور القرآنية. يعني دكتور هاشم استدل بآية قرآنية وأنت رديت عليها بالمختصر. فأتمنى بأن دكتور هاشم أيضا، لأن الآن ما هو المجمع عليه بين المذاهب كلها هو كتاب الله، فمن الأفضل أن نركز على بما أنه كتاب الله والإمامة هي إلهية، فأن نستند على قضية الإمامة من كتاب الله. دكتور هاشم، إذا ممكن تعطينا أدلة أكثر من القرآن في مسألة الإمامة، لأن هناك كثير من الأسئلة تطرح
ما عدا الأستاذ أحمد الكاتب، أنه بما أن الإمامة هي أعلى من النبوة أيضا، فالله ذكر الأنبياء، يعني ما ممكن أن يترك الأمة السعيفة من الرسول، الله يترك أمة الناس العالمين لآلاف السنين بقضية مهمة جدا تتعلق بالآخرة وتتعلق بالهداية، ولم يذكر اسم ولا إمام واحد، يعني ذكر اسم النبي وهو إمام. طيب لما لم يذكر اسم الإمام علي معاه وكان موجود ومعاصر له أنه علي من بعده بالنص بل بالاسم؟ فيا ريت له نركز على الأمور القرآنية. دكتور تفضل. أحسنتم. طبعا أنا لأن في أمور كثيرة أثارها الأستاذ أحمد الكاتب، وأنا استدليت بأكثر من آية قرآنية، من ضمنها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهذه نزلت في الإمام علي وباعتراف السنة والشيعة وكثير من الأمور أنا أرد عليها، بالرغم من أن ما كملت الكلام الذي ابتدأت به. أولا بالنسبة إلى حديث الثقلين، حديث الثقلين يقول أن الاستدلال غير صحيح. هذا الحديث متفق عليه بين السنة والشيعة، وسأعطيك بعض المصادر من السنة وليس فقط من الشيعة. إحياء الميت بفضائل أهل البيت لجلال الدين السيوطي صفحة 247، تكتب عندك. أرجح المطالب للشيخ عبيد الله الحنفي صفحة 337. استجلاب ارتقاء الغرف للسخاوي الشافعي، وجواهر العقدين للسمهودي الشافعي، وينابيع المودة للشيخ سليمان القندوزي صفحة 34 و 35، وفرائد السمطين للشيخ إبراهيم محمد الحمويني الشافعي. العفو دكتور هاشم، نعم. دكتور هاشم راح أقاطعك، أنا يعني أعتذر. أحمد الكاتب لم يقول لك ما موجود الحديث، هو استدل بأن الحديث يوصي، ولا هو ما يحتاج نضيع الوقت في المصادر، لأنه هو الحديث موجود يقول لكنها نعم. يعني يقضي الوصاية وليس. نعم، قال بأنه لا يصح الاستدلال به، بل هو لب الاستدلال كحديث بالاتفاق السنة والشيعة. لنتجاوز الآن الحديث، والحديث هذا مجمع عليه. الأستاذ أحمد الكاتب أيضا أشار إلى أن الرسول لم يتحدث عن نظام الحكم بعده، بل تحدث، والإمام علي أشار إلى ذلك في أكثر من موقع، وسأعطيك الآن أحد المواقع. خطبة طويلة للإمام علي بعد 7 أيام من وفاة رسول الله، تسمى خطبة الوسيلة، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن علي بن أكاد التميم، عن الحسين بن النضر، وإلى عن زين أقتطع منها. ويقول: واختصني بوصيته واصطفاني بخلافته في أمته، فقال صلى الله عليه وآله: وقد حشده المهاجرون والأنصار وانغصت بهم المحافل، أيها الناس، إن عليا مني كهارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فعقل المؤمنون عن الله نطق الرسول إذ عرفوني أني لست بأخيه لأبيه وأمه، كما كان هارون أخا موسى لأبيه وأمه، ولا كنت نبيا فاقتضى نبوة، ولكن كان ذلك منه استخلافا لي، كما استخلف موسى هارون عليهم السلام، حيث قال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال صلى الله عليه وآله حين تكلم الطائفة فقال: نحن موالي رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حجة الوداع، ثم صار إلى غدير خم، فأمر فأصلح له شبه المنبر، ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رؤي بياض إبطيه، رافعا صوته قائلا في محفل: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فكانت على ولاية الله، وعلى عداوة الله. وأنزل الله تعالى في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل ذكره. وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصا لي وتكرما نحلنيه وإعظاما وتفضيلا من رسول الله منحنيه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بالنسبة لآية النبي إبراهيم: إني جاعلك الناس إماما، ليست فقط هي الآية الوحيدة عن الجعل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه لو كانت تتحدث عن الأمم السابقة فإنها لا تنقضي، هذه آية قرآنية لا تنقضي، وفسرت أن هذه الآية فسرت في أهل البيت عليهم السلام. أما موضوع الحكم الدنيوي الذي يتحدث عنه الأستاذ أحمد، الإمامة يعني يقول لا تتوقف، والحكم الآن الناس تختار. أنا
أنا أردت أن أتطرق إلى هذا الحكم الدنيوي، وكيف وصل الحال بالناس أنهم لا يحكمون بالله بحكم الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صارت مخالفة للقرآن الكريم. أين هذه الشورى التي يروج لها؟ سأناقش بصورة نقدية. لا توجد شورى بالمعنى الحقيقي. منذ اليوم الأول لاجتماع السقيفة كان رسول الله مريض، وطلب إعطاء دواء وكتف ليكتب لهم كتاب لن يضلوا بعده أبدا. اتهموه بأنه يهجر. هذه أكبر كلمة قيلت على قلب رسول الله، وهي من أهل الشورى. حين كان الرسول مسجع على المغتسل، المفترض كل المسلمين يشاركون في تشييعه، تخلفوا عن التشييع وذهبوا إلى السقيفة، بينما بقي الإمام علي وأبو ذر وسلمان وعمار والمقداد لم يشاركوهم أيضا في مسألة الشورى التي يقال، والمقداد والزبير. فلا نستطيع أن تقول الكل أجمع عليهم، بل المشكلة قال بعض الأنصار لا نبايع إلا علي. هذا في الكامل عند ابن الأثير في الكامل في التاريخ، الجزء الثاني 325، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة الجزء الثاني 443. سعد بن عبادة كان يقول وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم من الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فالطبري يقول أن الخليفة الثاني أتى إلى منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال المهاجرين، فقال والله لا أحرقن عليكم ألا تخرجون. هذه هي شورى؟ هذه لم تكن شورى، هذه بيعة أخذت بالقوة. هذه البيعة، واليعقوبي قال في تاريخ مالوا عن علي بن أبي مع علي بن أبي طالب كثير، منهم العباس بن عبد المطلب، الفضل بن العباس، الزبير بن العوام، خالد بن سعيد بن العاص، المقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب. هؤلاء كلهم من خيرة الصحابة مالوا مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال لهم سلمان أصبتم ذا السن وأخطأتم المعدن. قال لهم أبو ذر أيضا أصبتم قناعة وتركتم قرابة. لو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان. أنا الآن أسأل الأستاذ أحمد الكاتب، في الشورى في بداية الشورى كان جيش للمسلمين بقيادة خالد بن الوليد قتل رجل مسلم ودخل بزوجته في نفس الليلة ولم يحاسب. هذه هي الشورى التي تتحدث عنها، وهذا في تاريخ اليعقوبي. وقيل له أننا رأيناه يصلي، قال له مالك بن نويرة فكيف تقتله؟ قتله وأخسبا نسائه. وأين الشورى حين حضرت الوفاة للخليفة الأول؟ عين الخليفة الثاني ولم تكن هناك شورى. وحين اجتمع الناس على الخليفة الثالث طالبوه بأن يعتزل، قال لا أنزع سربالا سربلنيه الله. هذه إذن وتحولت فيما بعد إلى حكم عضوض يتوارثه الأبناء عن الآباء. وصلت إلى أن يرتقي الخلافة رجل مثل يزيد يشرب الخمر، ووقف حين رفض الإمام الحسين بيعته قاتله. هل هذه بيعة؟ هل هذه الشورى التي نطالب؟ الكثير من أمور الشورى أريد أن أتطرق إليها يتبين بأن هناك سياسة إرهاب وتجويع. طبعا أنا أتحدث بعد الخلافة، يعني لا أريد أن يعني أن أطعن في الخلفاء الأوائل، ولكن هذا الواقع بأن سياسة معاوية اتبع سياسة الإرهاب والقتل والتجويع بالنسبة للرعايا المسلمين الذين لا يتفقون معه في الهوى السياسي. فلا نستطيع أن نتحدث عن شيء اسمه شورى. الشورى لم يكن هناك عدل إلا حين استلم الإمام علي الحكم عليه السلام وقال لمالك بن الأشتر ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك نظير لك في الخلق، أخ لك في الدين، نظير لك في الخلق. نعم دكتور أنا أرى بأن ابتعدنا عن الموضوع. يعني أنا أقارن بين الشورى. السؤال كان واضح بالبداية، أن تعرف لنا. ما نريد ندخل في الجزئيات التاريخ وكذا فعل وكذا فعل. نحن لدينا نظرية اسمها الإمامة الإلهية، وهذا السؤال كان واضح من الأول. أن تعرف لنا بغض النظر عن الأسماء، أن تثبت لنا وجود. والأستاذ أحمد الكاتب في تعليقه قال تكلم عن النظرية بشكل عام، أن تثبت لنا هذه النظرية بالأول،
وبعد ذلك ندخل في الجزئيات والأسماء. الآن نترك الأستاذ أحمد الكاتب وسجلها يمك دكتور في دورك القادم. أتمنى أن تركز على هذا الموضوع في نظرية الإمامة، تثبتها لنا قرآنيا أولا كنظرية وجودها ووجوبها ويجب أن تكون ومكانتها، وبعد ذلك ندخل في الأمور الأخرى. أستاذ طبعا أحمد سوف الكاتب. أتحدث عن الإمامة. طيب نترك الآن أستاذ أحمد الكاتب، بعد ذلك نأخذ دورك إن شاء الله. تفضل أستاذ أحمد. نعم. هو أنت سألت في البداية أنه ما هو الدليل القرآني على الإمامة، السؤال اللي طرحته قبل قليل، وهو ذهب إلى قضايا تاريخية يعني، وقضايا بدون تحقيق، قال فلان قال فلان حديث فلان، هذه أشياء تحتاج تحقيق كثير، تحتاج معرفة الكتب بدقة، أنه هل قال فلان هل قولها أو لا. على أي حال أنا أجيب لك القرآن الكريم. أول مرة هل تسمعني لو انقطع الاتصال؟ واضح صوتك واضح. نعم. أقرأ لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كما ينقله الشيخ المفيد، ينقله الشيخ المفيد حول القرآن الكريم، حول حديث ما يسمى بحديث العترة أو حديث الثقلين الذي تطور بعد ذلك. ينقل بالسند طبعا الشيخ المفيد يقول عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبر فيه، فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر ثم قال: ألا إني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء، فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله، وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي. وقد خلفت، شوفوا، أول شيء أمر التمسك بالقرآن، ثم قال: وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم، ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار. أوصى الأنصار المهاجرين والأنصار بأهل بيته، فقد عرفتم الأنصار، يقول: وأوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويأتروا وبهم الخصاصة، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم. وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقى الله عز وجل. هذا في المفيد في الأمالي صفحة 46 إلى 47. يعني هذا أساس اللي طور بعدين صار أنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. النبي أوصى بكتاب الله فقط، وأوصى بالعترة بأهل بيتي. أهل بيتي نساء، والعترة عن العشيرة، وليس فيها كلام عن الإمامة والأئمة. أما القرآن الكريم، خلينا نرجع للقرآن نشوف ماذا يتحدث عن نظرية الإمامة. القرآن الكريم في آيات عديدة يبين يعني موضوع الدين الإسلامي. إذا فتشنا القرآن من أوله إلى آخره فسوف لا نجد أي ذكر للأئمة والإمامة الإلهية الممتدة إلى يوم القيامة، فضلا عن اعتبارها ركنا من أركان الدين أو أصلا من أصول الإسلام. فإن الله تعالى يفتتح كتابه الكريم في أول سورة البقرة بعرض أهم مبادئ الدين كالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بما أنزل إلى النبي والأنبياء السابقين والإيمان بالآخرة، ثم يصف المتقين الذين يؤمنون بذلك بأنهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أول ما يبدأ هذا يعين الله سبحانه وتعالى خلاصة الدين، ويحدد أركان العقيدة بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، البقرة 177. ثم يعود فيشرح أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، 285 في البقرة. ويخاطب المؤمنين مباشرة ويطلب منهم الإيمان بالله والرسول والكتاب والملائكة والرسل واليوم الآخر، ويحذرهم من الكفر بذلك. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، النساء 136. ولم يتحدث الله في أي آية عن الإيمان بالأئمة والإمامة التي ابتدعها المتكلمون في القرن الثاني الهجري في أيام الإمام الباقر، ونسبوها إليه وقالوا بأنها تشكل امتدادا للنبوة. وشوفوا يعني الله يحصر كل الإيمان بها الأمور الأساسية في الدين، ماكو شيء اسمه إمامة وأئمة بعد النبي، وختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى الموضوع، وأكمل الدين الله سبحانه وتعالى. فعندنا دين، الدين من يطبق الدين؟ هم كيف هو الإمام يعني الحاكم الذي يطبق الدين، وهذا من طريق العقل احنا نعرفه. يعني صحيح في آية بالقرآن تقول أمرهم شورى بينهم، هي آية عامة نزلت في مكة في سورة الشورى، ولكن الحاجة إلى الإمام، الحاجة إلى الإمام حاجة عقلية، أنه في أي مجتمع نحتاج إلى رئيس. هذا الرئيس إما يستولي على السلطة بالقوة، وإما يتوارث الملك، وإما الناس ينتخبوه، وأمرهم شورى بينهم. يعني صحيح تجربة الخلفاء الراشدين الأولى لم تكن مثالية ومتكاملة، لأنه لم يكن هناك دستور واضح، لم يترك النبي دستورا واضحا بعده للحكم، ومن يحكم ومن ينتخب وكذا. فباعتبارهم ظروف استثنائية كانت، الطليعة الأولى للإسلام والمسلمين هم المهاجرون والأنصار في المدينة، والجزيرة العربية كلهم إسلامهم حديث كان. فاللي حق له أن يحكم في البداية الأنصار الذين لم يعرفوا أي نص على الإمام علي، جلسوا في سقيفة بني ساعدة لكي ينتخبوا أميرا لهم، فدخل يعني أمير فقط للمدينة، باعتبار هم كانوا قبل ما يجي النبي كانوا قد أوصوا على تاج حتى يتوجوا عبد الله بن أبي حتى يكون هو يعني أمير عليهم أو ملكا عليهم. فجاء النبي وهذا فقد زعامته. فعندما توفي هذا في حياة النبي في أواخر أيام النبي وتوفي النبي، فقالوا ننتخب سعد بن عبادة هو يكون رئيسنا. يعني دخلوا المهاجرين قالوا لا، خلي العرب المسلمين في الجزيرة العربية ما يقبلون منكم أمير أنتم تتأمرون، خلي يكون واحد من قريش من المهاجرين القرشيين أقدر على إقامة هذه الدولة الجديدة. وانتخبوا أبو بكر، وصحيح أبو بكر مثلا رشح عمر أو عين عمر، وعمر عين 6. هذه إشكالات جزئية يمكن واحد يأخذها، بس مو تسقط النظرية. ما نسقط أن حق الأمة في انتخاب الإمام. وهناك حديث معروف عن الإمام علي في كتاب سليم بن قيس الهلالي مذكور أنه إذا مات أميرهم أو إمامهم أو قتل لا يجوز أن يعني يقدموا يدا أو رجلا أو يعملوا أي عمل حتى ينتخبوا لهم إماما عفيفا ورعا عالما بالقضاء والسنة. فالانتخاب مسألة طبيعية. يعني احنا ما يهمنا ماذا حدث في التاريخ وكيف تحولت الشورى. مثلا سقطت نظرية الشورى وصارت ملك عضوض، الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم. احنا يهمنا الآن نتحدث عن احنا مسلمين وعندنا دين وعندنا قرآن، ما عندنا غير القرآن. الآن عندنا غير القرآن، ما عندنا غير القرآن. لا يوجد إمام من أهل البيت،
فلماذا نتحدث عن نظرية تاريخية لا وجود لها اليوم؟ نحن بحاجة إلى أن نبحث في دستور الحكم. كيف يأتي الحاكم اليوم؟ ملكية وراثية أم حكم عسكري أم حكم ديمقراطي الناس ينتخبون الحاكم، والبعض يشترط أن يكون فقيها عادلا، والبعض يقول لا، فقط يكون عادل، مو شرط يكون فقيه، لأنه مجلس الشورى راح يسوي قوانين وهو يعمل بهذه طيب، القوانين. شكرا. فإذا خلينا نبحث في الآن ما هو نظام الحكم اللي يطبق الدين، بلا ما نتحدث في التاريخ كثيرا. طيب، شكرا لك أستاذ أحمد الكاتب. باختصار أستاذ دكتور، حتى نكون لأن الوقت داهمنا، لأن كل واحد أخذ 10 دقائق. أستاذ أحمد الكاتب يميز بين هناك القائد أو القائد الديني كما يسمى، الإمام الديني، المقتدى الديني، وبهداهم أقتدي، والإمامة السياسية الحاكم. وذكر بعض الآيات، وأنا أشاطره الرأي أنه طيب إذا الإمامة كما يذهب إليها الشيعة هي أعلى من النبوة، ذكر لنا العديد من الآيات. الله يأمرنا بالإيمان بالأنبياء، بالنبوة، بأصل النبوة، يؤمنون بالله ورسوله أو والنبيين وحتى الكتب. طيب، إذا كانت نظرية الإمامة الإلهية إلى هذا الحد من الأهمية عند الله عز وجل، إذا لم تؤمن بالنبوة ربما الإيمان يكون ناقص، إيمانك يكون ناقص، ربما هناك حساب عليه أو بالكتب. طيب، هل يعقل الكتاب بأكمله، القرآن من أوله إلى آخره، لا توجد آية واحدة، كلمة واحدة تأمر الناس بالإيمان بالإمامة؟ دكتور، مو ذكر الإمامة هاي تفسر، لأن جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أيضا هاي موجودة، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذا كان جعل الإمامة هو إمامة إلهية، فهؤلاء الكفار أيضا يجب أن يقدسوا، لأنهم الله جعلهم أئمة يدعون إلى النار. فإذا قضية الآيات ممكن أن ذكر الإمامة في القرآن تحمل على عدة محامل، لكن لماذا الله في القرآن لم يذكر ولا آية واحدة إطاعة الإمام أو الإيمان بالإمام؟ كما ذكر الإيمان بالملائكة، ذكر الإيمان بالنبيين، ذكر الإيمان بالرسل، بالكتب، لكن بالإمامة لم يذكر. فخلينا في هذا الموضوع أفضل، القيادة السياسية والإمامة الدينية. أحسنتم. طبعا أولا سيد لقمان، يعني أمور كثيرة أشارها الأستاذ أحمد الكاتب وتحتاج إلى رد، وهو ينعى علي أن أنا استدليت بأدلة من الروايات وتحتاج تحقيق، وهو كل حديثه يتحدث فيها عن روايات وعن تاريخ للأسف الشديد. يعني فيجب أن يكون منصفا كما تستدل بالروايات والأحاديث وتثبت عليها نظريتك. أنا أرد عليك بالروايات والأحاديث، وكما تقول أنها تحتاج إلى تحقيق، كل الذي قلته أنت يحتاج إلى تحقيق، وسأثبت لك أيضا. هذا نقطة. النقطة الثانية مسألة الجعل. وأولا مسألة الجعل، سواء جعل أئمة الكفر أو جعل أئمة الهدى، لا يجعلهم الله إلا المستحقين. لذلك الجعل أئمة الكفر هو تحدث عن فرعون وجنوده، لأنهم استبدوا ووصلوا إلى مرحلة الادعاء بالربوبية، وخلاص انتهى أمر هدايتهم، ولذلك جعلهم الله أئمة يدعون إلى الكفر، يهدون إلى الكفر. وكذلك الأئمة الذين جعلهم الله يهدون إلى الإيمان هم من استحقوا هذا الجعل. وبالتالي يجب أن تفرق بين من يعني تفرق مسألة الجعل الإلهي ومسألة يعني مسألة الجعل ومسألة الاختيار، اختيار الناس. فأنا أقول بأن الجعل الإلهي لا يكون إلا لمن يستحق. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنت تقول لا توجد ولا آية، أنا استشهدت لك بآية واستشهدت بأحاديث من السنة والشيعة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تحددت في من يؤتي الزكاة وهو راكع، وفسرت في الإمام علي من قبل السنة والشيعة، ومن ينكرها لا نستطيع أن نقنعه. ماذا تريد أن أقول لك يا سيد لقمان وإلى الأستاذ أحمد الكاتب عندما ينكر إجماع السنة والشيعة على
تفسير في آية من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا لا غبار عليه، وهذه الآية واضحة ولا تستطيع أن تقول لا توجد آية. هذه نقطة. أما مسألة الطاعة كل الآيات التي تربط طاعة الله وطاعة الرسول وتربط بهم طاعة أولي الأمر، أولي الأمر الذين يعينهم الله تعالى وليس أولي الأمر الحكام. لا يمكن أن يربط الله تعالى طاعة حاكم ظالم بطاعته. إذن الله يدعو إلى الظلم. كل ولاة الأمر هم الذين يعينهم رسول الله بأمر من الله تعالى، وهذا سوف أستشهد به في الآيات إذا أتيت إن شاء الله بعد قليل في التعليق القادم، سوف أستشهد بآيات الطاعة كلها التي تربط طاعة ولاة الأمر بطاعة الله تعالى إن شاء الله. أما الآن لأنني أريد أن أرد على الأستاذ أحمد كاتب يقول بأنه ليس هناك نص على الأئمة، هناك نصوص على كل إمام، وسأثبت لك أن هناك نصوص على كل إمام، لأنك قلت بأن الفكر الشيعي كان لا يعرف النص أو الإمام الإلهية إلا من بداية القرن الثاني، ولم يكن الإمام الصادق يطرح نفسه كإمام مفترض الطاعة لله، وإنما كزعيم من زعماء أهل البيت، ولذلك استنكر قول بعض الشيعة في الكوفة إنه إمام مفترض الطاعة. فأنا أرد على ما تتفضل به، يعني هناك بتر وقطع في الكلام لكي تظهر النصوص مشوهة، النصوص صريحة على الإمام وولاية الإمام الباقر الذي تقول أنه ليس هناك نص ومن بعده الإمام الصادق. روى جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وإنما يعرف الله عز وجل ويعبد من عرف إمامه من أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل لا يعرف ولا يعرف الإمام من أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله. ولذلك يقول: كل من دان لله عز وجل بعبادة يجد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها. إلى أن يقول: وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذا في أصول الكافي الجزء 1 صفحة 183. فمسألة وعن علي إبراهيم في قول عز وجل: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: طاعة الله ومعرفة الإمام. فالطاعة للإمام ليس للطاعة للحاكم الظالم، وإنما الطاعة لمن تم تعيينه. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الطاعة تأتي عندما تطيع يعني تطيع ولاة الأمر الحقيقيين. الإمام الباقر تحدث في حديث كثير عن الإمام الأئمة الأطهار، وأشاد بسمو منزلتهم، وقال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. وبني الإسلام في قول الإمام الباقر على 5: الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فكيف تقول ليس هناك تعيين من رسول الله؟ وهذه الأحاديث تشهد بذلك من أهل البيت أنفسهم. يقول: أشهد أن عليا إمام فرض الله طاعته، وأن الحسن إمام فرض الله طاعته، وأن الحسين إمام فرض الله طاعته، وأن علي بن الحسين إمام فرض الله طاعته، وأن محمد بن علي إمام فرض الله طاعته. فهذا رواه الحسين بن محمد الأشعري، وجاء في أصول الكافي. فالإمامة بالنص عن الأئمة عليهم السلام موجودة. دكتور صار يعني ساعة الآن، أنت تذكر روايات وهو يذكر روايات، هيك ما راح ينتهي. أنا أحاول أن نبقى على موضوع واحد وهو القرآن، لأن صحيح أنت لا، أنا حتى بعد أحمد الكاتب ما راح أخلي يذكر روايات، حتى أستاذ أحمد الكاتب راح أمنع عنه الروايات. هو في كتب روايات. نعم في كتب روايات، وأنا أرد على هذه الروايات. أستاذ دكتور أنا من الأول قلت نريد أن نقف على مسألة الإمامة.
ومن الله قال لنا الإمامة نؤمن نقول سمعا وطاعة. فأتمنى أن أنت وحتى أبو أمل أستاذ أحمد الكاتب أن تبقوا في كتاب الله وفي مسألة الإمامة. أستاذ أحمد الكاتب لم أراه خرج عن موضوع الإمامة ونظرية الإمامة، فمن دون التطرق إلى التاريخ وما الذي حدث وغير ذلك. الآن أنت ذكرت بعض الآيات جعلناهم، هذا جاء لفرعون، وطبعا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جاء لنبي إبراهيم وأبناء إبراهيم. وإذا كان هذا ينتهي بفرعون، وهذا إذا هذه الآية أيضا تنتهي بإبراهيم وأبناء إبراهيم. وإذا كانت مستمرة، مع أنه جعلنا جاء بالماضي، إذا كانت مستمرة فلا بد من وجود نص. إذا كان يوجد نص على أسماء الأئمة الذين يدعون إلى الهدى، فلا بد من وجود نص يبين الأئمة الذين الله جعلهم يدعون إلى النار، حتى نعرف هؤلاء أئمة الهدى وهؤلاء أئمة سيد الكفر. لقمان اسمح لي، أين تريد النص؟ أين تريد النص؟ تريد من لا رسول الله أم تريد في القرآن؟ خلينا على نظرية الإمامة. لحظة اسمح لي سيد لقمان. أنا استدليت بالآيات التي تثبت إمامة الإمام علي، من ضمنها إنما وليكم الله وإتمام الدين بعد هذه الولاية، وبكلام الإمام علي. تريد النص من رسول الله أم من القرآن؟ القرآن أنا استدليت لك إذا لم تؤمن بالآيات التي أنا استدليت بها وبتوضيح رسول الله لا أنا أؤمن بما أمرني الله به أن أؤمن. عندما قال يؤمنون بالله والرسول أنا أعطيتك آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وأتيت لك بتفسير من رسول الله، وهذا أمر من الله تعالى. طيب أنا أقول لك إذا أنت قلت لي أنا لا أؤمن بهذه الآية. لا أؤمن فرضا. هذا حتى وإن نزلت في الإمام علي تتكلم عن الحكم، زين. أنا من بعد الرسول يجي الإمام علي عن الحكم، ما علي بالإمام الإلهي، ما علي بالإيمان. بوصية رسول الله قال من أراد أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن التي غرسها ربي بيد فليتولى علي بن أبي طالب وليتولى وليه. طيب هذا كلام رسول الله، هذا ليس كلامي طبعا. نرجع لك خلينا نسمع أستاذ أحمد الكاتب. تفضل أستاذ أحمد. يعني احنا أردنا أن نثبت الإمامة من القرآن الكريم، أما الأحاديث التي من كتاب الكافي مثلا هذا مشكوك فيه يعني، وينسب الأحاديث حول الإمامة إلى الإمام الباقر. نحن نحتاج ما يثبت إمامة الباقر قبل أن نأخذ من عنده. من هو الإمام الباقر وكيف نثبت حجيته وكيف نثبت إمامته من القرآن والأحاديث الصحيحة. يعني لازم ندرس الأحاديث، مو ننقل حديث عن الإمام الباقر حول الإمامة، هذا مو صحيح. يعني هذا يصير دور باطل. احنا إذا رجعنا إلى مثل ما تفضلت أنت القرآن الكريم في مسألة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الآية تقول عفوا بما صبروا وكانوا لنا عابدين. نعم، هي تتحدث عن الأنبياء السابقين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ثم تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكم. تتحدث عن الأئمة السابقين، ما تتحدث عن الإمام الباقر أو الصادق أو بقية الأئمة مثلا. عندما نرجع أيضا إلى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني الأئمة مو هم مصدر تشريعي، الله والرسول وأولي الأمر الذين كانوا يعينهم النبي في حياته من قضاة وولاة وقادة عسكريين، يقول اسمعوا كلامهم. فإذا حدث تنازع بين الناس وبين هؤلاء الولاة ما يقول اسمعوا كلام الولاة، يقول ارجعوا إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول. الولاء بالقرآن الذين يعني يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. الولاء ليس بمعنى الحكم، الولاء المحبة والنصرة وولاء المؤمنين. فما مدوا الآيات على نظرية الإمامة، وما يمكن احنا نحتج ببعض الأحاديث الموجودة في كتب الإمامية على الإمامة. نحتاج إلى معرفة الأئمة واحد بعد واحد، وإلا واحد يجيب لك أحاديث كثيرة
إمامي فلان فلان فلان، مو موجودة هذه. ولا الخوئي مثلا عندما يبحث موضوع الإمامة لا يذكر كل الأحاديث، لا يذكر، فقط يقول حديث العترة ويقول حديث الاثنى عشرية. وحديث الاثنى عشرية ما ينطبق على الأئمة لأنهم 11 وليسوا 12. الثاني عشر غير ثابت وجوده، فما يمكن أن نطبق أحاديث السنة اللي واردة حول الاثنى عشرية ونطبقها على الأئمة الأحد عشر. هذا وانقطعت السلسلة وما موجودين. فأنا أرجع أقول هذا بحث جدلي سياسي ديني كان قبل 1400 سنة 1300 سنة. الآن ما نحتاجه هو التمسك بالقرآن الكريم كما أمرنا رسول الله، وانتخاب حكامنا ومراقبتهم ومحاسبتهم وتغييرهم حتى يكون تنفيذ الدين وإدارة الدولة وإقامة الحق والعدل ومحاربة الظالمين والفاسدين والجائرين تكون بيد الشعب، بيد الناس، بيد المؤمنين. وهذا خلاصة الحديث. ما ندوخ نفسنا في نظرية لا وجود لها اليوم. لماذا نصرف الوقت عليها كثيرا؟ نبحث والله الأئمة كانوا معينين من الله أو لم يكونوا، ثم ماذا؟ الآن هم ما موجودين ولا يوجد إمام من الله حتى احنا نروح نلتف حوله ونطيعه ونسمع كلامه. بحث عقيم يصير هذا. طيب حتى أستاذ أحمد، بالنسبة للآية التي كثير ما نسمعها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعدها بأربع خمس آيات نعم. فإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني أولي الأمر ممكن يستنبط وممكن لا يستنبط، فهذا لا ينطبق على ما معين حكام وقادة للأمة بالضبط. فهذا ما يعني هناك يعني ما يعتبر هذا ولي أمر إلهي، لأنه في من يستنبط وفيه من لم يستنبط. وعندما تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعتوا ويا أولي الأمر هذول مو معصومين، مو معينين يعني من الله، لا، النبي عينهم لقيادة السرايا أو ولايات بعض الناس. وإذا حدث خلاف بينكم وبينهم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما تتحدث عن نظرية الإمامة في المستقبل هاي الآية. نعم، هو هذا ما نريد أن نصل إليه. هل هذه النظرية، نظرية الإمامة الإلهية الذي هو معين أو منصب من الله، موجودة في القرآن أم لا؟ في الأول ثبت العرش ثم انقش، ويجب أن نؤمن بها. يعني حتى عندما يستدلون على الإطاعة مثل ما تفضل الدكتور، يذكر آية ما فيها كلمة إطاعة ثم يدور ويلوف ويأتي بطرق أخرى أنه هنا يجب يعني الطاعة. ما في كلمة الطاعة وما في كلمة الإمام، ما في أي شيء منها. فإما تكون مباشرة مثل يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسول، يؤمنون بالنبيين، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون. طيب من الأجدر أن يقول يؤمنون بالإمام أيضا. طيب تفضل أستاذ دكتور. هذا ستكون هذا ممكن تختصرها المشاركة حتى نأخذ الأسئلة بعدين. نعم، أولا يعني أنا دعني أرد على الأستاذ أحمد الكاتب وأرد عليك أيضا سيد لقمان. أولا الأستاذ أحمد الكاتب يقول بأن هذه نظرية انتهى زمنها ولا يجدي البحث فيها ونتركها ونذهب إلى اختيار إمام لنا. هذا أولا. الأستاذ أحمد، لماذا لم تكتفي أنت بالتوقف عن الطعن في نظرية الإمامة والطعن في الأئمة، لأنها المسألة انتهت، وتؤلف كتابين أو أكثر، 3 كتب، وتتهم الأئمة أنفسهم بأنهم لا يتمتعون حتى بميزة خاصة وتطعن فيهم؟ ولماذا لم تكتفي وتقول دعونا نترك هذا الأمر ولا نبحث فيه؟ أنا جاء أرد عليك على ما تحدثت فيه أنت تقول الإمام الصادق لم يكن يتمتع بميزة إلهية خاصة. أنا من حقي أرد عليك، أنا أؤمن بالأئمة، فكيف تقول دعونا عنها وأنت طعنت في الأئمة أنفسهم؟ هذا شيء. واجتزأت أيضا من كلام الأئمة واستدللت بكلام حتى المفيد وغير المفيد، وتقول لا تستدل بكلام الإمام الباقر. هذا ليس عدل يا أستاذ أحمد الكاتب. كما أنت استدللت بكلام الأئمة ونقضت سيرة الأئمة، من حقنا أن نرد عليك. هذه نقطة. النقطة الثانية، القرآن نحن وأنتم نختلف على تفسيره. كلما أتيتك بآية تقول هذه لا تدل،
وتفسرها على ما يستسيغ نظرياتك. فلو استدلينا فقط بالآيات القرآنية إلى الصباح، أنت بمنهجيتك لن تؤمن بما أنا أقوله، وأنا لن أؤمن بما تقول، لأنني أخذ من الرسول ومن أهل بيته، ولا أقبل أن أخذ بتفسير مثلا على هواي أو على هواء آخرين. فلن نصل إلى نتيجة أبدا. أنا أنقض الآن الكلام الذي تحدثت به أنت عن نظرية الإمامة. هذه نقطة. النقطة الثالثة الطاعة. هناك آيات كثيرة وضحت لك تربط طاعة الله وطاعة الرسول بطاعة أولي الأمر. أنت تقول بأن أولي الأمر الذين يعينهم الرسول الذين يعينهم في الجيوش. استدليت لك بموقف خالد بن الوليد عندما ذهب إلى إنسان مسلم وقتل ودخل بزوجته في نفس اليوم. كيف تكون طاعة هذا كولي أمر؟ كيف تكون طاعة إنسان يقتل الإنسان ويدخل بزوجته في نفس اليوم؟ وهذا حتى في زمن الرسول ارتكب أيضا مجزرة في بني جذيمة. فأنا أعتقد بأن هناك خلط عندك في مسألة الحكم، ومن حقنا أن نرد عليك على كلامك. أنت تقول نتيجة لعدم تمتع الإمام الصادق بميزة إلهية خاصة وعدم معرفة الشيعة في ذلك الزمان أي نص إلهي حوله بالإمامة، فقد قام عمه الإمام زيد بن علي بقيادة الشيعة وفجر ثورة في الكوفة وفشل في هذه الثورة. من أين استدلت بهذا؟ هل استدلت به من القرآن الكريم؟ أنا أرد على هذا الكلام الذي أنت تتحدث به. لو لم تتحدث به في كتبك، من حقك أن تقول دعونا فقط نتجاوز خط موضوع الإمام ونبحث نبحث لنا عن إمام. أي إمام تبحث عنه؟ كما قلت لك، تكلمت فقطعتوني. تكلمت لكم أن أن الحكم تحول إلى وراثي وتحول إلى خلافة. قال معاوية يقول الأرض لله وأنا خليفة الله، أيضا نصب نفسه خليفة، وهذه صارت خلافة أزيد من الخلافة الذي نتحدث عنها، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. كلهم أصبحوا خلفاء لا يجوز الطعن فيهم، وجعلوا من يضع الأحاديث على لسان رسول الله بأن من حتى لو سلب قتل لو سلموه أيضا هذا حاكم باسم الله، حولهم إلى حكام باسم الله. فأنت يعني طالما أنتم تستدلون أيضا بتاريخ، يجب أن نرد عليكم من نفس التاريخ. والآيات القرآنية تختلفون معنا في تفسيرها. تقول أن مسألة الولاية لا تعني الإمامة، وأنا أوضحت لك أن الإمام علي استدل بها وقال نصبني، ولا أحد رد عليه. استدل بها وأشهدهم أكثر من مرة بأن الرسول نصبني وأنتم بايعتموني، ولم لا يعني أنت الآن ترفض هذا، بينما في زمن الإمام علي وقبل زمن وبعد زمن الإمام علي لم يعترضوا على هذا الكلام. حينما قال لهم أن رسول الله، واستدلت لك بأكثر من نص الإمام علي. فإذا أردت أن تجعل الآية في معنى آخر وقلت فقط المحب، هذا شأنك أنت. أنا أقول لك بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي قال بأن هذه الآية نزلت في ولاية الإمام علي عليه السلام، وحددها في أكثر من موقع. وحديث الثقلين جاء بعد هذه الآية يبين بأن خلاص شيعة أن أهل البيت هم الثقل الآخر وأجمع عليه. فلو أنت أيضا ابتعدت عن مسألة الاستدلال بالأحاديث، أنا سأبتعد أيضا بالاستدلال عن الأحاديث. لكن الكتب كلها تطعن في الفكر الإمامي من خلال التاريخ ومن خلال الأحاديث التي نقضتها وبترت الكثير منها، وأنا الآن أوضحت لك وسوف أوضح أيضا لك أن في كثير منها مبتور. نعم. طيب دكتور، مرتين عدت بأن هناك كثير من الآيات تربط طاعة الرسول بأولي الأمر، ما عدا هاي الآية. ممكن تعطينا كم آية؟ نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاي واحدة. لا قلت كثير من الآيات تربط كثير من الآيات. هاي آية واحدة، بقية الآيات. نعم، كل الآيات التي تتحدث عن ولاية الأمر وأولي الأمر منكم كلها تتحدث عن أهل البيت. ودعني أنا أستدلك بآيات الطاعة إذا أتذكرها الآن، لأن تحتاج إلى تذكر من يطيع الرسول. نعم، خل أتذكر بعض الآيات
أستشهد بها، لأن يعني الآيات لا أريد أنا أتحدث بها لا، بدون أنت قلت كل كثير من الآيات التي تتكلم عن طاعة الرسول، ها ما مختلفين، مرتبطة أترك هذا بطاعة أولي الموضوع. الأمر أيضا. أين وجدها يعني؟ الأستاذ لقمان نعم. نعم. ما يستحضر الآيات. نعم، سوف آه، أستحضرها الآن. لا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا. هاي واحدة ندري بيها. وبعد كملها إيه. كملها. ها أنا هذه اللي يهمني منها هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني نعم الأئمة ردوه التنازع. إلى نعم الأمهات. التنازع، اترك التنازع. التنازع في مسائل، هذه المسائل لأن التشريع لله وللرسول، ولكن الطاعة تختلف عن عن مسائل التشريع. التنازع. أنا أتحدث عن موضوع الطاعة. زين. ولا أتحدث عن موضوع أستاذ التنازع. اترك عنك أستاذ التنازع لقمان، لأنها طولنا مسألة. عن الساعة، يعني خلينا طيب نختم. احنا بلي مع انه انت بدأت الكلام دكتور وانت انتهيت به، يعني تقريبا اخذنا من اكلنا حق استاذ احمد الكاتب. زين. طيب خلينا ناخذ الاسئله حتى لا ايضا نظلم لا، أنا بس الحضور. تعليق صغير عندي، أنه نعم. الأستاذ هاشم يستدل بأحاديث كثيرة مو معلوم صحتها، أحاديث موضوعة مختلقة، لا يذكر المصدر، لا يذكر طيب السند، لا استاذ احمد يحقق الكاتب، فيها. انت ايضا تستدل باحاديث. لا، أنا ما استدلت بحديث الآن، جبت لك آيات قرآنية. نعم، جبت لك قبلها وهو يقول في كتبك تستدل باحاديث. هو دا يناقشني في كتبي أو دا يناقش محور الموضوع الإمامة هنا. هو طرح موضوع الإمامة وأنا وجهت له سؤال، وأنت حضرتك وجهت له سؤال: ما هو الإمام؟ ما هو دور الإمام؟ وكيف نعرف الإمام؟ والآن أين الأئمة؟ هذا موضوعنا. هو موضوع يعني بيناتنا الآن. أما إذا يبحث كتبي فنجي على كتاب كتاب وحديث حديث، وموضوع هذا حديث طويل يصير. فالاستدلال بالقرآن الكريم على الإمامة لا يوجد. بالأحاديث الموضوعة نعم، كثير من الأحاديث، ولا يمكن الاستدلال بأحاديث الأئمة عن الأئمة وحول الأئمة. لابد أن تثبت من هم أهل البيت، من هم الأئمة، حتى وما هي حجيتهم، وأين يعني الدليل على إمامتهم من الله أو الرسول، ثم تقول هم حجة وناخذ كلامهم. أنا طيب باختصار أقول هذا الكلام. طيب في بعض الأخوة رافعين يدوم إيه، والشيخ تفضل. أيضا موجود معانا. في الأول السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا. بس خلينا ناخذ الدكتور عبد الغني في البداية، اللي هم صار له فترة منتظر، وإن شاء الله يجيكم الدور. تفضل أستاذ أو دكتور عبد الغني. دكتور عبد الغني، ما تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية واختصارا جزيل الشكر لكم، وملاحظة سريعة على أن المناظرة ثرية بالاتجاه والاتجاه المضاد، ولكنها ليست في اتجاه واحد. على كل حال، في كثير من الأمور أنا أنظر إليها نظرة سريعة، خصوصا ما تفضل به الأستاذ أحمد، وطبعا بعد تقديم الشكر للدكتور السيد هاشم والأستاذ لقمان أيضا. بصورة سريعة، كان الأستاذ أحمد يركز على مسألة العقل ومسألة القرآنية أكثر ما هو تركيز على الروايات. هنا طبعا هي طلب جيد من جانب ومفتور في المناظرة من جانب آخر. الإمامة في أصلها عقلية صحيح، ولكن الروايات والقرآن الكريم معضدة لها، بحيث أن الأمور التي تأتي من العقل إذا لم تؤيد وتعضد من القرآن الكريم والروايات، فإنها سوف تدخلنا في مشاكل كثيرة، باعتبار أن اجتهادنا العقلي ناقص وقدرتنا على التخلي عن رغباتنا ضعيفة. فبالتالي عندما نشرع، الأستاذ أحمد ركز على نظرية الحكم والسياسة، وبالفعل إذا لم يكن هناك الآن قضية نظرية حكم وسياسة، واستشهد بأن الديمقراطية الموجودة اليوم، الديمقراطية اليوم أثبتت بأنها لا تستطيع أن تنتج قانونا يحقق الرخاء ويرفع الفقر ويمنع الحروب. لربما الأستاذ أحمد والأخوة الحاضرين لهم اطلاع على كتاب فرانسيس فوكوياما، وهو متخصص في الفلسفة السياسية. يعني عندما سقوط الاتحاد السوفيتي وضع نظرية الرأسمالية على أنها هي الإنسان الأخير، بمعنى أنها هي العقيدة الأخيرة التي ممكن أن تؤمن
الرخاء والصلاح للبشرية، وهذا أيضا الشيوعية تدعي ذلك، وادعى الإسلام ذلك. نقول هذا كذا من منطلق البحث العلمي، أن هي مسألة عولمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة ناقصة إلى لم يوجد عندي قانون. طيب يحاسبون حكامهم، الأستاذ أحمد يقول انتخاب ويحاسبون حكامهم. القانون من يضعه حتى نحاسبهم عليه؟ ما هي المعايير؟ أنا لي اختلافي في فهم القرآن ولك اختلافك ولا يؤخر اختلافه. إذا لابد من إمام يفهم مراد الله ليكون دليلا على إرادته، وإلا ففي هذه الحالة انتفت هادفية الخلق واستسلم الله، حاشا الله سبحانه وتعالى، واستسلم الله سبحانه وتعالى بعد أن صنع موسى صناعة خاصة، وصنع الأنبياء أيضا صناعة خاصة ليقوموا بدورهم في خلافة الله في الأرض. فإذا لم يكن الإمام موجود عقلا نتحدث بحيث أن الحكم يكون صحيحا، فلا نختلف في التشريع. لا يوجد there is no one size fits all لحد الآن. حتى الديمقراطية الغربية الفرنسية تختلف عن البريطانية عن الأمريكية في الممارسة وفي المنهجية. لا يوجد حتى الآن نظام استطاع أن يحقق للبشرية رخاءها. فإذا لا توجد هادفية إلى الخلق، وهديناه النجدين انتفى بعدم وجود يعني مشارع. سؤالك يا أخي العزيز، سؤالك بالضبط. نعم، سؤالك بالضبط، يعني أنت قاعد تبحث موضوع جديد، يعني لو تسأل بدقة يعني لو سمحت. لا أنا اعتمدت على أكثر كلامك أستاذ أحمد. طيب شنو السؤال، شنو اعتراضك أو سؤالك؟ أنا أتكلم عندما نرجع انتخاب الحكام يعني قانون. طيب. القانون من يضعه؟ نحن نضع القانون بأنفسنا. نعم. عندما نضع القانون نختلف ويتغير، نختلف الشيعي والشيعي طيب. والسني والسني، ويمكن نتفق أيضا هم مثل ما اتفقنا في العراق وفي أماكن أخرى على دستور واحد. عفوا دعني أكمل. بس اي نستطيع بس العفو دكتور، ما نريد تصير مناظره داخل مناظره، يعني لو باختصار خل دقيقه واحده اختصر الموضوع، وعندنا الشيخ ايضا يريد يتداخل والسيد احمد الكاتب يريد يرد، فاتمنى انه تختصر الموضوع حتى نسمع حتى باقي. حتى بالنسبه الى الامامه او عدم وجود ايات، لا القران موجوده كثير، الايات موجوده. نعم قد يكون دكتور سيد هاشم لم يستحضر او يكتب جميع الايات، ولكن كثير من الايات فعلا موجوده كثيره يعني. على كل حال الإمامة السياسية تفضل الأستاذ أحمد يقصد الإمامة السياسية والدين. نعم هو الإمام مسؤول عن السياسة وعن الدين. عندما لم يتمكن بسبب البشر مثلا وأعمالهم، فكل الأنبياء لم يتمكنوا. كل الأنبياء تقريبا لم يتمكنوا باستثناء النبي سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين، لم يتمكنوا من القيادة المباشرة السياسية. هذا صحيح، لكن هذا لا يلغي سنة الله سبحانه وتعالى، فأنه أراد أن يخلقهم لكي يدخلهم الجنة يبعدهم عن النار. فإذا لم ينزل القرآن وشارح مؤكد للقرآن الكريم هنا في هذه الحالة، إذا أنا سأدخل الجنة حتما، وكل الناس سيدخلون الجنة لأننا سوف نختلف. أما مسألة التقنين، من يفهم القرآن بفهمي أنا أعبد الله، لا اعبدوه كما أمركم. هل يمكن أن ننزل منهجا جامعيا طيب. ونقول الطلاب دكتور من غير مدرس، عفوا نقول الطلاب من غير مدرس درسوه؟ طيب دكتور الإشكالات لا تصمد الحقيقة. يعني الان صار اكثر من 3 دقائق انت مستمر بالكلام، فالظاهر يعني الفكره ما ادري استاذ احمد الكاتب وصلت لك الفكره اللي يسأل. إيه هو يقول يعني هناك إمام من الله، يعني خلاصة كلامه أنه الإمامة ضرورية، وأين هذا الإمام؟ طيب عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. عندما لم يعرف أين الإمام؟ الآن إحنا عندنا إمام يجي يقودنا، ما عندنا، لا يهدينا لا يرشدنا لا يفتينا لا يسوي أي شيء. خلني أكمل. ما قام به الخضر أمور اطلع عليها النبي موسى لاحقا. طيب دكتور خليك معانا، خليك معانا خلينا نسمع البقية، خليك معانا نرجع لك إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا، شيخ حسين، يمكن مو أنا نسيت واسمك ما مكتوب عندنا. افتح المايك ما نسمعك، صوت ماكو، افتح المايك من يمك، اضغط على تحت على اليسار في صورة مايك لو تفتحها. ماكو صوت ماكو، من سمعك شيخنا. طيب خلينا ناخذ سؤال الاستاذ، ناخذ سؤال الاستاذ عارف الى ان الشيخ يحل مشكله الصوت من يمه. تفضل استاذ عارف. حلت معه صوتي؟ بلي الان اجت. بارك الله فيكم.
سؤالي طبعا انا اريد اختصر ما يطول عليكم. سلام عليكم جميعا. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ فإذا كان الجواب، هذا يومين احنا نقرأ سورة الفاتحة، فإذا كان الجواب الصراط لغة الطريق، سؤالي وأي طريق هو في ذاته؟ يكون الجواب الشريعة في مقام التطبيق، علم الكتاب في مقام التطبيق، الدين في مقام التطبيق. سؤالي، هذه الشريعة وهذا علم الكتاب الذي قالت عنه الآية المباركة صراط شريعة دين الذين أنعم الله عليهم، سؤالي من المنعم عليهم وما هي الشروط؟ وإذا ثبت المنعم عليهم أنهم آل إبراهيم من الذين أنعم الله منه، مو على نحو العموم، من الذين أنعم الله عليهم آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، وقطعا وجزما أن آل إبراهيم هم المصلى عليهم بقولنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وقطعا وجزما هم في قوله تبارك وتعالى الذين أوتوا الكتاب وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، يعني علم الكتاب. فإذا علمنا أن الصراط هو العلم الكتاب في مقام التطبيق، الشريعة في مقام التطبيق، فمن الذين أنعم الله عليهم هم آل إبراهيم، ونعرف آل إبراهيم ذريته بقوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. هنا الكلام واجتبيناهم يعني اصطفيناهم، بعد وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني شنو هديناهم إلى صراط مستقيم؟ يعني آتيناهم علم الكتاب. فلما يكون عندهم علم الكتاب في التطبيق الخارجي يكون صراطا، فهم من الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء واجتبيناهم وهديناهم فهم مهديون. مفردهم مهدي. لو سألك السائل المهدي مهدي إلى أي شيء؟ يكون الجواب مهدي إلى كتاب الله، يعني الله آتاه علم الكتاب. ولذلك تجد الرواية إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يريد أن ينسب علم الكتاب علما للعترة. فإذا كان عندهم علم الكتاب يكون أنت تطلب صراطهم، أنت تطلب شريعتهم، أنت تطلب دينهم، لأنك ماذا تطلب يوميا؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال، من هؤلاء المنعم عليهم في أمة محمد صلى الله عليه وآله بعلم الكتاب؟ أنا ما أريد أدخل في البحث كاملا، أريد أسمع من الدكتور من أستاذ أحمد الكافي. من هم الأئمة اليوم شيخنا؟ مو الأئمة، ده سألك سؤال، سألتك جاوبني. أنت قاعد تسوي نظرية مثالية. لا مو نظرية مثالية، بغض النظر. طيب اسمح لي، بغض النظر عن تأويلاتك اللي جبتها الآن. تأويل أنت اسمح لي أخي أتكلم، أنت تتكلم تسألني أجاوبك الآن. تفضل. بالنتيجة هذا الكلام اللي قاعد تتفضل به أنه عندنا الآن إمام يقودنا من آل إبراهيم ولا ما عندنا؟ شوف لا ده سألتك عفوا، أنا لما سألتك هذا السؤال من هم الذين أوتوا علم الكتاب؟ لأنك قلنا الصراط هو علم الكتاب في مقام التطبيق، وإلا أنت يوميا تطلب. أنت قل لي يعني من أنت الصراط أنت قل لي من هم بالنسبة لك شنو الصراط؟ قل لي من هم هؤلاء، قل لي تفضل. المنعم عليهم من؟ إذا ثبت أن آل إبراهيم آتاهم الله علم الكتاب وهم الذين اصطفاهم الله وهم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، فقطعا لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فما آتيت وأعطيت إبراهيم وآل إبراهيم إحنا نعطي علما لمحمد وآل محمد ورحمة الله على والديكم. هاي ثبتت شنو؟ هاي ثبتت المرجعية الدينية.
أين هو الإمام من آل محمد اليوم؟ وفكشفت رحت وين للروايه؟ رحت للخارج مو قبل الرواية، تتكلم. دا أسألك مفهوم تطبيق قرآني. لهاي طيب النظرية طيب الآن. أنت كلامك طيب وين؟ استاذ احمد ممكن انا اشير له من القرآن من هم الذين انعم الله عليهم من بعد اذنك. بارك الله راح فيك، ندخل بحث آخر يعني، بس أي اليوم وين الله النتيجة يقول مالت في سورة الكلام؟ النساء، الله يقول في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع مؤمنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع الذي من يطع الله والرسول، ما كان رحمة الإمام. الله على والديك. أحسنتم، كلامك ذهب. كلامك احنا نكون معهم، لا نكون منهم. احنا نكون ومن يطع الله والرسول فاولئك معه. انت هذا من لسانك انا بعد احكي. خلاص فاطاعه الرسول. فمن المنعم عليهم الذين اوتوا الكتاب الذي يوميا انت تطلب يا رب اهدني الى صراطك المستقيم. من يطع الرسول هو منعم عليه من النبيين، النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لو سالتك اين هم الائمه اليوم؟ سؤال هذا الذي هو الصديقون لابد ان نثبت اولا ان الله اصطفاه، ان الله اتاه علم الكتاب حتى شنو؟ حتى يكون منعم عليه. انت ما تاتي تقول للصديقين خلاص يا الواحد يجي يقول انا صديق. لا مو هالشكل. هذا مقام الصديقين، اعلى مقام بعد مقام النبوه. مقام النبوه ثم ياتي وان ليس كل صديق نبي. نعم كل نبي صديق، ونعم كل صديق لربما شهيد، وليس كل شهيد شاهد الأعمال. وهسه أنا ما أدخل في هذا البحث، أريد أثبت قضية أنك أيها المؤمن يوميا تطلب صراط أي الشريعة في مقام التطبيق، وتقول شريعة الذين أنعمت عليهم. يا رب من هؤلاء الذين أنعمت عليهم بعلم الكتاب؟ أنا أريد أصلهم. لما أصلهم شو يصير النتيجة؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. شيخنا خلينا نسمع أستاذ أحمد الكاتب، لأن مثل ما تفضل أعطيتنا. أنا ما أريد أدخل كل كلمة في كلام كل كلمة، فخلينا نترك الجواب أستاذ أحمد. خلينا نسمع الأستاذ نمير، الشيخ نمير تفضل. كان يتحدث وانقطع الصوت. لا أريد أسمع قلته. لا الشيخ نمير، الشيخ ما فهمت عنده شنو. احنا حديثنا كان حول الإمامة الإلهية. هذا أشيك بالإمامة. وين الإمامة؟ وين الأئمة؟ المختصر أستاذ أحمد الكاتب. الإمامة فيها بعدان. الإمامة فيها بعدان. وينها؟ أين الأئمة؟ وكيف تثبت الإمامة لأي إمام؟ أين الأئمة؟ الكريم. نعم أحسنتم. احنا ايش عندنا بالإمامة؟ عندنا بعدان. بعد تشريعي. اسمح لي خل اوضح لك. بعد تشريعي وعندنا ولايه سياسيه. البعد التشريعي الذي هو عند ابراهيم مجاب شريعه حتى يجري هذه الشريعه كما قال الدكتور هاشم، حتى نجري هذه الشريعه في الخارج، حتى نقيم حكم الله في الخارج، لان اذا ما اقمنا حكم الله تصير لغو، الله يرسل شريعه ما تطبق في الخارج. احنا نريد نطبقها، فاعطيناه ولايه شنو؟ هسه انا ما اشرح لك شنو الولايه. الولايه التي اعطيت لرسول الله مو نفس الولايه التي اعطيت لابراهيم. ابراهيم اعطي اماما، ولذلك ابراهيم طلبها لذريته. قال كما في قوله تبارك وتعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. هنا الولايه السياسيه، هاي الولايه السياسيه. نعم شيخنا يصير عندنا الامامه. شيخنا هذا هسه ثبتنا المنعم عليهم من؟ لحظه. المنعم عليهم من؟ اريد جواب من عندكم. استاذ احمد الكاتب، سؤال: من هم الذين انعم الله عليهم؟ لا هذا السؤال. لا هذا ما اجاوب على السؤال هذا. انا اقول له الكلام. مو تقول لي جاوبني على المنعم عليهم. لا اذا عرفنا المنعم عليهم عرفنا الولايه، عرفنا الامامه. بالنتيجه هو دا يقول كلام، دا يثبت فد نظريه. اين خلاصه هاي النظريه؟ اين هم الائمه ومن هم الائمه اليوم؟ وكيف رجع البر؟ لا مو شيخنا انا شيخنا يعني باختصار كلام احمد الكاتب انه يابا اذا انت نزلنا وقبلنا ما تفضلت به، الان نريد التطبيق. انت متكلمت عن التطبيق، اعطينا التطبيق في يومنا هذا. احسنتم. اين اجد الامام؟ خلي ببالك، اين اجد الذي انعم الله عليه الان؟ بارك الله فيكم.
احنا اولا لابد ان نعرف يوميا نطلب الصراط والصراط الشريعة في مقام التطبيق. يعني أنت تريد أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تطبق أحكامه. فهذه الأحكام اللي هي في علم في الكتاب، اللي محتوى، نقول علم الكتاب، نقول الدين، نقول الشريعة، هذه شريعة آتاها الله من المنعم عليهم. وقد ذكرنا الصفات المنعم عليهم: أولا اصطفاهم الله، الأمر الثاني آتاهم علم الكتاب. وهذا ينسجم مع حديث الرسول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فأثبت لهم المرجعية الدينية. بعد ذلك أثبت لأمير المؤمنين بحديث الغدير المرجعية أو الولاية السياسية لإجراء الحكم الشرعي خارجا. من دون ولاية سياسية ما يجري الحكم الشرعي خارجا. هذا كلامنا، ثبتنا المنعم عليهم. هسه أنت شو تقول لي؟ تقول لي القرآن عندي واضح، بس بالتطبيق أنا بالخارج هسه أريد واحد من المنعم عليه. أنا ضمن اعتقادي أقول أنه الصراط المستقيم الذي هو حبل ممدود بين السماء والأرض، الذي هو الكتاب في مقام التطبيق، لابد من موجود منعم عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. زين، نظرية الإمامة تقول هو الإمام الثاني عشر. يا حتى وين تروح انت؟ تترك القرآن، وين تروح؟ تشنب بالمصداق وكأنك قال لك الإمام الثاني تنكر عشر. الرواية. قال لك الإمام الثاني عشر. ما قال بعده، ما قال. لا قال الإمام لا الثاني قلت عشر. الإمام الثاني عشر، بس لا تروح تحاكيني بالإمام الثاني عشر، احكي لي بالنظرية القرآنية اللي أنت طلبتها. أنت قاعد تسوي نظرية الآن، جيب لي التطبيق الخارجي، أين هو الإمام؟ أخي أولا كلامي صح لو مو صح؟ الاستدلال مالي صح لو مو صح؟ لا مو صحيح كلامك، بس جيب لي تطبيق. اثبت لي خطأ. نفترض كلامك صحيح. لا اثبت لي خطأ هذا. لا، أين ما أقبل منك. تطبيق هذه أنت أستاذ، أنا ما أقبل أين تمشي لي تطبيق هذه النظرية؟ سلمنا معك. سألتك عن المنعم عليهم من الآن؟ من المنعم عليهم؟ هذا سئله. لا يوجد. من؟ شنو لا يوجد؟ من هو؟ هسه مو انت تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لا شلون هذا تحكي؟ شلون تقول صراط الذين؟ قال لك انت استاذ احمد قال لك الامام الثاني عشر. حينها راح ندخل الامام الثاني عشر؟ لا يوجد. حينها راح ندخل في موضوع اخر. سؤالي خلي استاذ الدامات، سؤالي لك. انت يوميا تطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اذا ما موجودين عليك تطلب؟ شيخنا اذا تسالني الي اقول لك الله في الكتاب ذكر لنا 10 آيات وقال لنا ان هذا صراطي. في الآيات انا بالاستدلال هنا، لا تروح هنا. لا هو قال لنا بعدها لحظه، قال لنا بعدها ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب ذكر لنا الحلال والحرام، هذا حرام، هذا لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا، افعلوا كذا، اعطانا تعليمات. وفي الاخير في سوره الانعام قال لي ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فانا بالنسبه لي تسالني لي، انا اقول هذا هو الصراط المستقيم الذي اتبعه. بعد ما يعني انت جنابك تقول انا الطريق انا اللي احدده. لا موجود بالقرآن. تحدد الطريق من دون تحديد الطريق من قبل المنعم عليه. إذا تريد أقرأ لك الآيات موجودة في سورة الأنعام. وبعد ذلك أنا عندي الاستدلال، النص اللي بديت فيه. نص قرآني. أقول لك إحنا عندنا يوميا أنت تطلب يا ربي اهدني إلى تطبيق كتابك، إلى علم الكتاب، إلى الدين، وهذا الدين دين الذين أنعمت عليهم. سؤال: من الذين أنعم الله عليهم في من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أطاع الرسول في زمنه أنعم الله عليه. بالله عليك. صفاته أولا، الصفة الأولى أنه اصطفاه الله. شيخنا الحوار تشعب كثيرا. مو حوار، أنا دا أتكلم إن شاء الله نرجع لك. أخي الكريم، أنا ما أدري. أنتوا الآن الحوار إلى نقطة أساسية. اسمح لي استاذ قبل ما تروح. شيخنا صار حوار داخل حوار، خلينا نسمع الاستاذ عارف ايضا عنده سؤال. تفضل استاذ عارف. استاذ نمير بعد، شيخ نمير ايضا كان. ان شاء الله لان الاستاذ عارف صار له هواي منتظر. تفضل استاذ عارف. شكرا استاذ لقمان، شكرا للاخوه. استاذ عارف سيد، انا اذا اتكلم تسمعني؟ اتكلم صوت ماكو. والله انا اذا ارجع للحوار هو ما حد موجودين ان شاء الله. مفتوح الصوت الان تفضل استاذ عارف، تفضل. مفتوح الصوت تسمعني؟ اي مفتوح الان اسمعك. اوكي. شكرا جزيلا استاذ لقمان، شكرا للاخوه الدكتور
سيد هاشم والأخ الشيخ أحمد الكاتب. بس موضوع يعني أنا حبيت أطرحه. أشعر هناك صار السلام عليكم. خروج عن الموضوع الأصلي. فالموضوع الأصلي اللي أنا فهمته أنه الإمامة في القرآن. السيد هاشم جاء وكأنه مستعد ليناقش أستاذ أحمد الكاتب، يناقش كتبه. احنا موضوعنا ليست كتب احمد الكاتب حتى نجي نبحث ماذا قال احمد الكاتب في كتبه وما هي استدلالاته وما هو الرد عليه. نحن جئنا هنا على اساس نبحث موضوع الامامه في القران فقط، الامامه الالهيه التي يدعيها الشيعه في القران وادلتها من هو تطبيقها وكل ما يتعلق بهذه الامامه من حدود ومن شروط وما شابه ذلك في القران الكريم، وليس كتب احمد الكاتب التي ممكن نقاشها في موضوع اخر. الشغلة الأخرى أنا شفت أستاذ أحمد الكاتب هو أقرب إلى القرآن في نقاشه، بينما الأستاذ هاشم سيد هاشم يتناقش استاذ في عارف، الآيات بس بكثرة. استاذ عارف، حتى قبل لا تكمل، العنوان الإمامة الإلهية وليس الإمام في القرآن. يعني أنا الإمامة الإلهية. اللي فهمته خصوصا بالمقدمة لا التي لا قدم لها أستاذ لقمان بالبداية، كان ذكر الأسئلة وذكر النقاشات والمواضيع لا لا وذكر أن لا الإمامة في الإمامة القرآن من هي ال... شروطها وما هي. لا الإمامة الإلهية، العنوان هو الإمامة الإلهية وليس الإمامة في القرآن. يعني لكل يعني هذا الشيء بس هناك فهم خاطئ للعنوان، يعني إذا اوكي، كان هذا هناك فهم الشغله خاطئ ترجع هذا. على الاستاذ إيه. لقمان، لانه الاستاذ لقمان وما حتى في أتقيد، المقدمه. لا حتى نتقيد يعني اوكي، نتقيد اذا بشيء هيك بعد لك حق، غير بس موجود يعني. إيه، اذا كان الإمامة كذلك الإلهية الامر بصورة لك حق عامة، استاذ هاشم. إلا إذا كان العنوان الإمامة في القرآن، نعم نتقيد فقط بالقرآن. الإمامة الإلهية أمر أكبر من مسألة الإمامة في القرآن، لأن لابد من الاستشهاد تمام، بما يدل عليها وصلت من الفكره. القرآن ومن الرسول صلى الله عليه تمام، وسلم. نعم. لكنه اللي شفته انه انت تناقش ما موجود في الكتب هذا، وكانه تناقش نعم الكتب وما صحيح. قاله الاستاذ احمد. يعني أنا أبغى على أناقش أستاذ على فكره أحمد، أبغى أناقش أستاذ أحمد لابد في رأيه. اوكي، يعني أنا مشكله هذه إذا كانت مناظرة لابد من صحيح. المناقشة في رأيه نفسه. اوكي، يعني ما تفضل. نستفيد إذا أنا في وادي وهو في وادي آخر. صح، لابد من حصر النقاش في ما يؤمن به وأنا ما تمام أؤمن به. تمام. هو النقطة يناقشني ما أؤمن الثانية، به وأنا أناقشه فيما يؤمن به. نعم تفضل. النقطة الثانية أنه كان النقاش في الإمامة الإلهية، لكنه شيء في شيء صار التركيز على الشورى وفشل الشورى، وأنه الخلافة فشلت ومعاوية وصل وكلام ظلمة. الموضوع حول الإمامة والنص الإلهي بالموضوع ما له علاقة. موضوع الديمقراطية والشورى وتطبيقاتها وفشلها هذا موضوع ثانوي. احنا الموضوع الأصلي الإمامة الإلهية، هل موجودة فعلا هناك شيء اسمه إمامة إلهية أو لا توجد هكذا شيء، يوجد إمامة بالمعنى العام لها. هذه بعض الشغلات الأخرى، مثلا قضية الأولياء. صحيح الله في بعض هذا قال أولياء هذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأولياء ماذا؟ هناك آية ثانية تقول إنه بعضكم أولياء بعض. يعني احنا ما نقدر بسبب وجود كلمة الله ولي هذا أطيعوا الله وأولي الأمر منكم، إذا هذا أولياء الأمر يجب أن يكون ناس معصومين، لأنه هذا بعضكم أولياء بعض. كثير من هذه الأمور كثرة يعني وجدت آيات كثيرة تدعو بهذا المعنى. فما معنى أنه الأولياء ذكرت وأنهم أنه لهم معنى مقدس أو عصمة أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا وآسف. شكرا لك أستاذ عارف. طيب السلام الشيخ عليكم. لحظة. وعليكم السلام. الشيخ نمير، ظهر تريد عندك مداخلة صحيح؟ اي نعم. تفضل شيخ نمير. والله هي الاخوه الكرام تقدموا بايات كثيره وباستنباطات كثيره، لكن اكثرها حقيقه بانزالها على الواقع يعني هي بعيده. يعني مثلا المتداخل الاخير لما ذكر صراط الذين انعمت عليهم، طبعا هذه ذكرت في سوره الفاتحه في مقابل المغضوب عليهم والضالين، يعني وهي تدخل فيها كل امه محمد عليه الصلاه والسلام. ولو انتبه إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كانت الكتب في السابق هي حكر على العلماء، أما يعني في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي يعني مفتوحة للجميع. والدليل على ذلك مثل قوله في سورة محمد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني الذين أوتوا العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل هم كلهم كانوا أهل البيت أم كانوا علماء مثل معاذ ومثل أبي بن كعب ومثل سعد بن أبي وقاص؟
هذا حجر يعني عجيب وغريب. يعني ما حقيقة يعني مرينا احنا. أنا سابقا كنت اعتقد هذه الاعتقادات، ولكن وجدت نفسي انها اعتقادات غير صحيحة. النقطة الثانية مسألة يعني إلهية الإمامة. يعني احنا نقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه فجعل بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. يعني نقطع ونجزم أنه إبراهيم صار إمام. طيب إبراهيم عليه السلام هل ملك؟ هل حكم؟ وكذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نجزم أن كل اللي ذكروا يعني المهتدين من ذرية النبي إبراهيم عليه السلام اللي هم الأنبياء، اللي كما جاء في الحديث أنه ما مات من نبي في بني إسرائيل إلا خلفه نبي، إلى أن انقطعت النبوة في عيسى. فهل نجزم أن كل هؤلاء كانوا أنبياء؟ لم يحكم من الأنبياء إلا 3: داود وسليمان ومحمد عليه الصلاة والسلام. وعندنا يعني آيات يعني واضح مثل وضوح الشمس في سورة البقرة. قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. طيب هو نبي ما يحكم، ليش يبعث ملك؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه يعني مسألة يعني جدا خاطئة. هاي من جانب الاستدلال. أما من جانب العقلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يراسل الأمم، يراسل مثلا هاي رسالة هرقل للروم ما زالت موجودة بالمتحف البريطاني: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن لم تسلم فعليك إثم الأرسيين يا أهل. وبعده بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب إلى يعني نهاية الرسالة. هل يعني أوصى بأن يتبع الوصي من أهل البيت؟ يعني هذا الشيء لا يحتمل عقل. لو كانت الأمم تحتاج إلى الأوصياء وأهل البيت، لازم كل أمة إحنا أو كل بلد نرسل لهم رجل من أهل البيت أو نصيب باتباع. هذا مسألة. هذا الدين دين أممي ختمت به الرسالات. ما يقف على، إذا يقف على رجل أو على بضعة رجال، يعني هذا ما يصلح أن يكون دين أممي، ما يصلح. الجانب العملي الآخر، وهذا طبعا أنا دارس يعني ماجستير شريعة، فلما انتبهت للحكم الشرعي، الحكم الشرعي يعني مضخمي إلى يعني كأنه يعني إحنا سابقا كنا كأنه الدين طلاسم وما يحل إلا أهل البيت. لا يا أخي، لا، ماكو شيء. الدين بسيط. إحنا الدين عندنا ضروريات 5 وبعض العلماء جعلوها 6. هذه الضروريات 6 أو 5 فيها حدود، وما بعدها فيها تعزيرات. يعني ضروري حفظ الدين بحكم الردة، ضروري حفظ النفس في حكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ضروري حفظ النسل، والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وفي الحديث إنه المحصن يرجم. ضروري حفظ العرض اللي هو والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلهم شهادة. ضروري حفظ المال والسارق فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. والضروري الأخير هو ضروري حفظ العقل، إنه اسمه شارب الخمر يجلد على خلاف 40 إلى 80 جلدة. هذا خلاف. طيب هذه فيما يخص الحدود. فيما يخص المعاملات كلها سهلة. ولا يعني احنا لو ديننا هيك، يعني لو دين يحتاج يعني يحتاج لدراسات شديده وطلاسم، ونحتاج انه الا الامام يجي يعرف الاسرار اللي مفاتيحها بس بجيبه. يا اخي هذا مو دين، وما يصير دين اممي. هذا ابدا ما يكون دين اممي. فهذا الجانب العملي يدحض كل هذه الاقوال. زين، احنا حقيقه نحتاج إلى أن نعرف أنه هذا الدين، وهذا أهم نقطة وأدعوها، يعني هذا أوجهها للشيخي وحبيبي الشيخ أحمد الكاتب، والمحاضر كذلك من البحرين نسيت اسمه، أعتذر لأني كفيف ما أقدر أقرأ الشاشة. الدين ما جاء للحكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدين ما جاء للحكم. يقول جاء في الأثر: ستنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ فيها من لم يعرف أمر جاهليتها. إحنا أمة كانت تعبد 360 صنم دار مدار الكعبة، منها الصالحين مثل اللات
ومنها شجرة مثل عزة، ومنها حجر مثل منات، وكانت تعتقد بها. وهذه هسه كلها موجودة، كلها موجودة. ناس تعبد التيل وناس تعبد الشجرة كلها موجودة. فجاء محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا اللي نقوله. أما مسألة الحكم يعني هذا تبع، والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما بقي في مكة، زين، ما دعا إلى نفسه. يعني في وفاة أبي طالب جاءوا صناديد قريش قالوا إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن أردت النساء زوجناك أجمل النساء. فقال والذي نفسي بيده لو وضع الشمس بيميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يا أمر الحكم. هل هو كان ينادي بالحكم لنفسه يعني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مطوه إياه ومطوه إياه على طبق من فضة، لكن ما أراده. يا أخوان، إحنا الآن الأمم أهانتنا بسبب رجوعنا إلى ما قبل الجاهلية. الآن موجودة، الآن أذكركم في العراق وموجودة مقاطع كثيرة، ناس تعبد تيل، ناس تعبد شجرة، تقول شوف هاي الشجرة إذا تبكي، هاي الشجرة هيك. بعضهم يدعون بالغيب، بعضهم يدعون يعني. طيب شيخنا، يعني هذه مسائل كثيرة وأنا أعتقد أطلت عليكم، لكن هي هذه تأصيل علمي. يعني إذا أحببتم للمستمعين جميعا أن ينتبهون. إحنا الآن معركتنا مع تصحيح عقائد الناس، لأن الناس بما الآن استعبدوا الناس. يعني الآن من يسمون علماء، من يسمون كذا، بما استعبدوا الناس. انه قالوا لهم يعني انه الدين هذا الدين وراثه، وانه الدين هذا ما حد يقدر يفتهمه الا ثله قليله، وانه انتم اذا ما تقلدون ترى انتم هالكين، واللي ما يفعل كذا زوجته حرام عليه، واللي ما يفعل كذا. والناس خطيه يعني سذج واستعبدونه. شكرا. وانا اعتذر عن الاطاله. لا شكرا، شرفتنا شيخنا، شرفتنا، جزاك الله الف خير. ما ادري استاذ ابو امل، انت متعب شيء؟ لان الاخوه الشيخ يريد يكمل، وكذلك الدكتور يريد يكمل. لا اقول له لما يتحدث شيء يجيب نظريه معينه خليه يوضحها قبل ما يعني ويجيب تطبيقها الخارجي. يعني احنا كلامنا كان حوارنا من البدايه حول الامامه الالهيه. هل توجد امامه الهيه بعد النبي ام لا؟ ختمت النبوة وأكمل الدين وبعد ماكو شيء بعد النبي محمد. إذا واحد يجي يقول أكو شيء آخر فليتفضل، وين هذا الشيء الموجود؟ طيب شيخنا مداخلة. نعم يجي دورك. حتى لا نظلم شيخنا، حتى لا نظلم الأخ الدكتور. إذا الدكتور أعطالك دوره، لأن قبلك إذا الدكتور أعطالك دوره، فمع الدكتور عبد الغني، دكتور عبد الغني الشيخ يريد يتكلم، تعطي له دورك لأن أنت قبله. دكتور عبد الغني. أنا بعد ما في مشكلة، تفضل شيخنا. تفضل، أعطالك الدور، تفضل. السؤال الذي يطرح أنه بعد رسول الله هل يوجد من عنده علم الكتاب أو لا يوجد، وهو المنعم عليه؟ أريد جواب، أريد أن الكل الحاضرين. السؤال الثاني للمتكلم قبل قليل، والسؤال هم للجميع: هل أنت على الصراط المستقيم أخي الكريم أم لست على الصراط المستقيم؟ فإذا لم تكن على الصراط فإما أنت ضال وإما أنت مغضوب عليه. سؤال أريد جواب إليه. عندي جوابين: هل يوجد بعد رسول الله منعم عليه بعلم الكتاب أو لا يوجد؟ السؤال الثاني: أنت الآن على الصراط، وإذا قلت أنت على الصراط أنا هم على الصراط. يا تفضل جواب. شنو تقول يعني بنتيجة شنو توصل؟ سؤال لك. القرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، 4 آيات في سورة القمر. القرآن واضح والدين واضح، الصلاة والصوم والتوحيد والنبوة والمعاد، وهذا هو الدين. احنا نحتاج بعد النبي، نحتاج واحد يطبق الدين. ومن الذي يطبق الدين؟ هذا هو كلامنا. والإمام اللي بعد النبي يتعين من الله لو احنا نعين الإمام؟ هذا السؤال، جاوبني على السؤال. لا عفوا، أنا سألتك، أنت في مقام جواب. هل يوجد بعد رسول الله من عنده علم الكتاب أو لا يوجد؟ نعم. هل يوجد بعد رسول الله
منعم عليه بعلم الكتاب أو لا يوجد؟ هذا ومن ليس هو؟ حديثنا شيخنا، حديثنا حول يعني الإمامة. إذا وأنت يا أخي الإمامة الكريم يعني هي واضحة، قل لي لا علي بن أبي طالب ثبتت الولاية إليه، خلاص الولاية التشريعية، لا التشريع مع لا الولاية توجد ولاية السياسية، رسول الله تشريعية. ثبت لي إياها. ختم النبوة لا يوجد أحد مشرع بعد النبي. عزيزي ما نتكلم عن النبوة، أنا دا أتكلم أنه لا يوجد يوجد أحد يشرع بعد النبي، يطبق مو الشريعة مو تشريع، يشرع. مو تشريع، ميزان. من هو الميزان ما عندنا خلاف المرجعية حول الإمام علي الذي شيخنا. عنده علم الكتاب بعد شيخنا ما رسول عندنا الله؟ خلاف طيب حول الإمام علي. شيخنا استاذ احمد الكاتب يعني اشار الى نقطه مهمه. هل الامام علي من بعد الرسول يشرع ام لا؟ مو انت، لا انا ليس سالتك حتى سؤال ما نقطة. تجاوبون. اقول لك من هو الذي عنده علم الكتاب تقول لي مشرع. لا، انا دا اريد ابين اذا ثبت عنده علم الكتاب، يعني اكو كثير من الاحكام. طيب شيخنا فرضا يلا الامام علي عنده علم الكتاب والولايه، مات الامام علي مات، مو فرضا، لا مو فرضا، انا ما يا- اقبلها منك. طيب انتم في لا مقام استدلال. لا مو لو هنا حتى نستدل، نعرف في مقام لا الامام اخي علي الكريم عند انت هيك الولايه هذا هروب من التشريعيه. النقاش. لا انا الامام علي، سالتكم سؤال، انا في الامام مقام علي اسالكم. انا اقول لك اخي الامام علي الكريم عند اوفك الامام علي، انا مو علي الامام علي. انا سالت سؤال، شيخنا هل يوجد بعد رسول الله منعم عليه بعلم الكتاب او لا يوجد؟ شيخنا واذا وجدوا من هؤلاء؟ هذا سؤالي. شيخنا استاذ احمد الكاتب من الاول يقول اريد الان التطبيق. طيب امام علي عند الولايه التشريعيه مثل ما تفضلت، لكن الامام علي مات راح. الان في هذا الزمن احنا نريد من عندك تثبت لنا من هو عند الولايه التشريعيه، وهل يشرع ام لا يشرع. سؤال سهل يعني. بارك الله فيكم. بعد ان ثبت تريد توصل امام علي عنده كذا وكذا. طيب امام علي مات، انا امام خلي الحسن اثبت. مات، كلهم ماتوا. اسمح لي ثبتنا أن علم الكتاب عند الإمام أمير المؤمنين بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أقول سؤال، الدين قبل قليل قلنا ما هو الدين؟ قلنا الدين هو الصراط في مقام التطبيق، فيقول الدين بمعنى الصراط. اليوم أكملت لكم الأحكام التي هي طريق إلى الله. انتبه لي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. اسمح لي بس خلي أوضح لك يا أخي. أستاذ أحمد الكاتب بس أوضح لك حتى يصير عندك معلومة، حتى يصير عندك رؤية. المنعم عليهم بعلم الكتاب، فرسول الله جاء بين قال إني مخلف فيكم الثقلين. شو يريد يثبت المرجعية الدينية. يعني شنو المرجعية الدينية؟ يعني أنت إذا صار عندك خطأ في التطبيق أو معلومة ما واصلتك، لأن تتغير هاي تغيرات ما بين 1000 سنة وما أدري إيش، هاي الأمور تحتاج ميزان حتى ترجع إليه تصحح الطريق. أما إذا ما سلكت مع هذا المنعم عليه، إذا تركته لم تكن معه مع الذين أنعم الله عليهم، فإما أن تكون من طريق الضالين، وإما أن تكون طريق المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم المعاندون العارفون بالحق ولكن سلكوه هالشكل. سؤالي البرنامج تجاوز الساعتين شيخنا بارك الله فيكم. نعم. أنا هذا ما جاوبتوني عليه، ما جاوبتوا لا أنت ولا أحمد الكاتب. ما يخالف شيخنا. أنا والله عندي إجابات على ولو سريعة، إذا تخلينا عقب دكتور عبد الغني إجابات. لا بعد ما دكتور عبد الغني أعتذر من الدورة للشيخ، تفضل. أي لأن إجابات سريعة عندي. أولا بالنسبة للأستاذ عارف يقول أن تطرقنا ليس فقط للإمام الإلهية إلى الشورى أيضا. الشورى كانت محور الحديث من بداية للنهاية. الأستاذ أحمد يركز عليها، لذلك أنا أردت أن أبطلها من البداية، وأنا أعرف أنه يدعو إليها، لذلك تطرقت للشورى، وكنت أتمنى أتطرق لها أكثر أيضا لإبطالها. هذا شيء. الشيء الثاني، الأستاذ عارف يقول القرآن يقول بعضهم أولياء بعض عن المؤمنين، فكيف نقول أن آية الولاية تربط ولاية الله ولاية الإمام علي بالإمامة؟ لا، يجب أن نفرق بين الربط بولاية الله وبين ربط ولاية المؤمنين ببعضهم البعض. هذه ولاية الله ربطت فيها ولاية الإمام علي بأداة الحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فولاية الله
يعني تتفرع عنها ولاية الرسول وتتفرع عنها ولاية الإمام، ويجب أن نفرق. هذا بالنسبة للأستاذ عارف. بالنسبة للأخ الأستاذ نمير، الشيخ نمير قال لم يحكم أحد، وهذا الذي أنا أؤكد عليه من الأنبياء. حكم فقط 3 أنبياء، سليمان وداود والنبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الذي أؤكد عليه، أن الإمام ليس بالضرورة يكون حاكم. إذا لم تكن الظروف موائمة له أن يكون حاكم، فليس بالضرورة أن يكون حاكم، وبالتالي لا يعني الحاكم هو إمام الذي يقول عنه الأستاذ أحمد. وهذا الذي أنا أريد أن أنقضه. هذا بالنسبة. أما أن قول الأستاذ نمير بأن الإسلام والقرآن لم يأتي للحكم، لا. القرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، وأنزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القرآن يدعو إلى الحكم وإلى العدالة. فهذه ردودي على الإخوة. ردودي أيضا سريع على الأستاذ أحمد. من الإمام الآن؟ الإمام موجود. نحن نقول بإمامة 12 إمام، من الإمام علي إلى الإمام المهدي، ونقول الآن موجود الإمام المهدي حي يرزق، وأن الناس يستفيدون ويستضيئون به ويستفيدون من نوره كما يستفيدون من نور من أشعة الشمس. فالإمام موجود ولا تخلو الأرض من حجة. هذا نظرية الإمامة عندنا. وموجود الإمام المهدي عليه السلام، والإمام أرجع الناس بتوقيعه إلى الفقهاء. وأما من كان من رواة حديثنا بالمعنى يعني صائنا لدينه، فالعوام أن يقلدوه بهذا المعنى. على كل، فأرجع إلى رواة الحديث، ورواة الحديث هم الفقهاء. فالإمام موجود، ولولا وجود الإمام لما كانت إفاضات الله على هذه الأرض. لا تخلو الأرض من حجة. موجود الإمام المهدي ونحن موجود. سيد شكرا لك. طبعا الأخوة، الشيخ، الأخ الدكتور، أي واحد يريد يستمر، احنا بس نكمل البرنامج، نغلق البث، وبعد ذلك إن شاء الله بالخدمة. فاللي يحب يبقى موجودين. بس أنا في النهاية أشكر الحضور، أشكر أحمد الكاتب، أستاذ أحمد الكاتب، وكذلك الدكتور، وكذلك الشيخ، وكل الحضور الذين حضروا معنا ومن شاهدنا. لا الحلقة طالت ونعتذر عن الإطالة، وشكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء.